عليكم السلام الو. ورحمة الله هلا وبركاته. والله. يا هلا أهلا. فيك والله، هلا ابو ملعب، كيف حالك؟ شلون صحتك؟ بخير الله يسلمك. الله يعطيك يسلمك. العافية. يعطيك العافيه على التنسيق يا ابو ملعب. الله يعافيك. الحين خلنا ننطرهم 5 دقائق. الكل بدأ يدش الحين. توكل أول على ما الله. يدشون إن شاء الله تقص شريط الملتقى. وين الشريط؟ الشريط تقصه أونلاين، افتح الكاميرا وورنا الشريط وقصه. اخاف ناخذ مخالفه بالسياره مشغل الكاميرا. يلا شغل الكاميرا، حط التليفون علقه بالسيارة وشغل الكاميرا. ما ادري، لحظه طال عمرك. لا ما راح يكون واضح، صورتك أفضل. خلاص منفرح. ظلمة ما راح خليك. يكون واضح ها؟ ما يكون واضح، لان خليك والله كان عندي شغل من الساعه اجتماع. اي نعم، اي نعم. الحين احنا على الهواء مباشره ولا؟ احنا على الهواء الحين والكل سامعك. رحب بالجميع على الله ما يعطيك يدشون العافيه. البقية. السلام عليكم، مساكم الله بالخير جميعا، ونتشرف فيكم في افتتاح الملتقى الثاني في تطبيق قناة الكويت، والتجمع اللي أسسناه قبل سنتين بأكثر من 200 عضو ومن مختلف التخصصات. ويعطيهم العافية الشباب المشاركين معنا، واشكر ابو ملاك المهندس حسن البحراني على التنسيق وعلى المجهود هذا، والله يوفق الجميع ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله. ابو ملاك. يعطيك العافية يا ابو مفرح، ما قصرت على هذا المبادرة يعافيك. صراحة وتجميعنا في هذا الجروب بالبداية. وأحب أشكر جميع الحضور، وإن شاء الله البقية الحين حاضرين. الملتقى هذا طبعا الهدف من تجميعكم للمناقشة. طبعا احنا حبينا نسوي أول انطلاقة إن شاء الله تكون رسمية. واخر فقره في هذا الملتقى ان شاء الله يكون ديوان للجميع، ان شاء الله تثيرون المواضيع المهتمين فيها. ونتمنى من الجميع ان شاء الله المشاركه الفعاله للاستفاده من الخبرات اللي موجوده. طبعا مفرح ما بي اقول انه هو غير انه مؤسس تطبيق فورسيل، بالاضافه الى مؤسس شركه مسرعات، اول شركه مساهمه كويتيه مختصه بالتكنولوجيا بالكويت. طبعا قدر انه يجمع اكثر من 50 مستثمر من خلال جروب تطبيقات المهتمين في التطبيقات الالكترونيه مالت الكويت، بالاضافه الى التكنولوجيا. طبعا انشئت شركه مسرعات قبل 3 سنوات، وانطلقت ما شاء الله ب3 مشاريع، والرابع بالطريق ان شاء الله اللي هو منصه التشبيك الخاص، واللي فسرنا عليها اكثر من مره، اللي هو بانتظار قانون التمويل الجماعي. نتوقع لهذه الشركه ان شاء الله النمو والازدهار بالكويت، وان شاء الله الوطن العربي والعالميه باذن الله. يعطيك العافيه يا ابو مفرح على هذا الملتقى، وادري ضيق وقتك، ولكن اثرت انك تفتتح الملتقى اليوم وترحب بالجميع. يعافيك يا ابو ملاك، ما قصرت والله، نسقت المؤتمر، مع اننا ودنا نلتقي وياكم بافضل من هذا الوقت، لكن نظرا للظروف الحاليه في داخل، ظروف الاغلاقات في بسبب فيروس كورونا، اللي يكون عبت من يكون ملتقانا لايف وسلامتك. ونشكر جميع من حضر هذا الملتقى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. الحين احنا بانتظار الاخت غدير،
وهي مؤسس جمعية ريادة الأعمال بالكويت. هي جمعية نفع عام، أنشئت السنة اللي فاتت، تجمع رواد الأعمال بالكويت الخاصة في جميع الأعمال والأنشطة، وحابة إن شاء الله تكون بمداخلة. احنا بانتظارها اليوم. حاليا هي تفتتح دورة أونلاين لأحد المحاضرين، وإن شاء الله خلال الخمس دقائق القادمة راح تكون حاضرة معنا، بالإضافة إلى المستضيفين الدكتور الجيماز، الأخت سندس والأخت نورة العتيبي. فأنا أحب إن شاء الله خلال هذا المؤتمر بالبداية الكل يعرف على نفسه. مفتوح لكم المايك. أخوي عبد المحسن الأحمد، إذا تحب تلقي كلمة قبل لا تدخل أختنا غدير، هي في خلال 5 دقائق. أخوي عبد المحسن، أتمنى تعطينا نبذة عن اللي راح تتكلم عنه اليوم قبل لا تدش أختنا غدير. نعذرها شوي لعدم دخولها لتأخرها في الدورة اللي هناك أونلاين، ولكن خلال 5 دقائق بالكثير 10 دقائق راح تكون موجودة. تفضل أخوي عبد المحسن، إذا تسوي تيست حتى على المايك اللي عندك. السلام عليكم ورحمة الله. أتمنى أنكم تكونوا سامعين صوت، ومساكم الله بالخير. مساك الله بالخير أخوي أبو مفرح. مساك الله بالنور والسرور. هلا والله فيك. يا هلا فيك مرحب فيكم بالأخوة أجمعين، البشمهندس معروف والإخوان الموجودين كلهم. أنا والله جدا سعيد جدا أني أكون معكم في هذا الملتقى. وطبعا احنا بالأخير نتعلم من الكل، وبلا شك أنه النجاحات دائما ثمرتها يعني لها مذاق ولها طعم خاص. فما بالك إذا كانت النجاحات مع كوكبة متميزة من الإخوة شرواكم، الناس اللي متخصصة والناس اللي لها باع طويل في مجال العمل التقني أو مجال العمل حتى على مستوى العمل البزنس بشكل عام. أنا كان لي شرف اللقاء فيك أخوي أبو مفرح وبالبشمهندس حسن قبل حوالي تقريبا سنة أو ما يقارب سنة ونص، وكانت يعني تجربة جدا رائعة بالنسبة لي أني ألتقي بهذه الكوكبة. وحقيقة أنتم يا شركة مسرعات، يعني أنا بحكم الخبرة اللي عندي في السوق أتوقع لكم إن شاء الله نجاح باهر، وأتمنى إن شاء الله أنه تعبكم ما يروح هدر، وأنه إن شاء الله تكون لكم يعني خطوة جبارة في سوق التقنيات وفي سوق المبادرين والمشاريع الناجحة في الكويت. بلا شك دائما أي مجهود أو أي جهد لابد ما تحصد نتيجته. زين، فبالتالي أنتم ما شاء الله عليكم متميزين وداخلين السوق بقوة. والميزة الحلوة فيكم يعني هذه اللي أنا مو شايفها عند ناس كثيرة برا، اللي هي أنكم منفتحين على الآراء، منفتحين على تبادل الخبرات. جروب تطبيقات الكويت يعني من أكثر الجروبات اللي أنا أزورها بشكل يومي، من أكثر الجروبات اللي أنا مهتم إني أقرأ أي شيء فيها، رغم إنه بالفترة الأخيرة اتجه صوب بعض الأمور اللي ما لها شغل بالتقنية، أخذت منحنى سياسي أو منحنى ترفيهي أو منحنى تعليق على قضايا معينة، إلا أنه كانت مثل ما تقول هذه الإبهارات اللي تكسر رتابة التخصص في جهة معينة. رغم ذلك أنا على يقين أغلب الأشخاص اللي أنا أضفتهم لهذا الجروب ولله الحمد ولا واحد منهم خرج من الجروب. دائما أنت لما تضيف شخص لجروب معين فترة من الزمن ويخرج، زين، يا اما يكون الجروب ما يخدم توجهه او ما يعطي المعلومه اللي يحتاجها. فجروب تطبيقات الكويت ولله الحمد الميزه الحلوه فيه انه الاشخاص اللي يدخلون يجدون فيه مكتسب ومتعه، تبادل افكار، ما في هذاك الشيء اللي تخليك تنفر منه. فهذا الامر بحد ذاته نجاح. فما بالك اذا انت استطعت انك تجمع كوكبه من خيرة الناس في هذا المكان. بالعكس هذا مكسب. وقبل كان العلم كانت النصيحة تنباع بجمل، الآن العلم والنصيحة متوفرة مجانا، وبس يقول لك تعال دش وتعال شوف وتعال اقرأ. فإن شاء الله أنكم لكم الأجر بالعلم اللي قاعد ينتشر من خلال الجروب ومن خلال مشاريعكم
وان شاء الله الله يوفقكم ان شاء الله لما فيه يعني الخير للكل، سواء كان داخل الجروب او اشخاص يستفيدون من نجاحاتكم خارج الجروب. حبيت بس امسي عليكم، وان شاء الله انه يكون مداخلتي لها اثر طيب بعد شوي ان شاء الله، ونقدم ولو جزء من اللي تعلمناه زين لخدمه اخواننا، ونلتمس الاجر في الاول والاخير. وهذا ما عندي، وشكرا للجميع. يعطيك العافيه، ما قصرت اخوي عبد المحسن. بالاضافه احب ارحب بالدكتور محمد خليفه الجيماز، حاليا متواجد معنا. اتمنى انه بس يجرب المايك ويلقي التحيه على الحضور، وهو احد المتحدثين اليوم قبل الافتتاح الاستاذه غدير. تفضل اخوي دكتور محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. هلا والله استاذي، كنت معنا بالميتنج، شويه تاخرنا عليكم ونعتذر منكم على هذا اللي حصل معنا، انما هذا هم وصلت قبلي يا ابو صقر. انا ما وصلت البيت ترى. موجود. لا ما طلعت، انا اضطريت ان اجيب جهازي معاي في الميتنج، وعلى اساس هم بعد يعني اقدر اخدم الطرفين. الله يحفظك. ما شاء الله ما شاء الله يعطيك العافيه. ترى انا ما سمعت السؤال بس ما يخالف. لا بس حبيت ترحب بالحضور، وحبينا نجرب الكمبيوتر. انا الاخت غدير متعطله شوي، مو قادره تدش علشان الكمبيوتر مالها وكانت عندها دوره أوكي. فتقدر دكتورنا تبلش بمداخلتك والتوبيك. وعندك اذا عندك في الايكون مال شير سكرين، اذا حاب تسوي شير سكرين تفضل دكتور. امانه ما عندي شير سكرين، كل اللي عندي حاليا هو الكلام راح اتكلم فيه، انه هو التطبيقات ما بين الجانب الفني والجانب التجاري. يعني هذه الاشكاليه اللي يدشون فيها اغلب الناس او اغلب المبادرين، يحاول يكون هو يبي يدش في التطبيق بسبب ما مروا فيه، يعني ما مروا في اغلب المبادرين في فتره كورونا. شو اللي حصل في فتره كورونا؟ فترة كورونا تحولت التطبيقات من رغبة إلى حاجة. يعني شلون؟ قبل كانت رغبة، أي واحد وده يدش في التطبيق يفكر آخذ ولا ما آخذ. اللي حصل في 2020 أن التطبيقات صارت ضرورة وتحولت إلى حاجة ما بين استخدامك أنت لأولوياتك اليومية، وصارت ضرورة من ناحية حتى المبادرين اللي كذلك الدولة صارت تستخدم هذه التطبيقات أو المنصات لخدمة المواطنين. إذا صارت من الأشياء اللي احنا نستخدمها في شكل يومي في استخداماتنا. الحين اللي صار التحدي الأكبر ما بين التكنولوجيا والأعمال التجارية، إن المبادر مو شرط يفهم في التطبيقات أو في تصميم التطبيقات أو في اليو اكس أو اليو اي. هذه الامور الفنيه والكودينج، الامور هذه كلها تعتبر كلها تحديات بالنسبه حق اصحاب التطبيقات. اذا انا شلون انتبه على تطبيقي، ولا انتبه على البزنس مالي، ولا اتابع الاثنين واحاول اشغل الاثنين بنفس الوقت؟ وهذا التحدي الكبير اللي العالم بداوا الحين اصحاب المبادرين يشتغلون على جهتين، وعلى تفكير بطريقه جدا خطيره غالبا تسبب لهم فشل في مشاريعهم. لما يجي صاحب مشروع مثلا يراجعنا او يحاول يدش معاي في انه والله وده يسوي مشروع، اقول له شنو مشروعك؟ يقول مشروع تطبيق. التطبيق ليس مشروع، التطبيق المنصه ليس مشروع، التطبيق او المنصه هي الاليه. مثل ما كنا قبل احنا نشتغل عن طريق الاونلاين على الويب سايت، الحين سهلت صارت تطبيق. ولو ان التطبيق قد يكون عمره الحين يعني بالسنه 2020، خلينا نقول سنة 2022 قد يكون التطبيق ما له ذيك الحاجة، لأن هذه التكنولوجيا والتكنولوجيا قاعد تتغير، واحتمال يكون تطبيق لشكل ثاني لنمط ثاني. إذا التطبيق هو أداة، هو جسر ما بين التاجر ومنتجاته وخدماته وبين العميل. ليش يستخدم التطبيق؟ علشان يبي العميل يوصل له. قبل كانت الأسواق احنا انتعنا لها ونروح الجمعيات ونروح كل مكان، ولكن التطبيق خلى العميل يوصل لنا. بدل ما يفتح الجهاز الكمبيوتر ويشتغل اونلاين، لا الحين بدا يوصل الى تليفونك من خلال التطبيق. والتطبيقات نجحت، صارت سريعه لانها صارت بمتناول اليد. بهذه الطريقه
التطبيق يعتبر أداة وليس بزنس. يعني فيسبوك مش تطبيق، فيسبوك بزنس من خلفه تطبيق. الواتساب مش تطبيق، هو بزنس خلق تطبيق. يعني انت الموضوع مو انك تصمم الالوان والاشكال وما اعرف، لا، الكونسبت، التصور مالك انت ايش تبي تسوي بالتطبيق. وايد مواقع، وايد تطبيقات موجوده بالسوق، قليل منها اللي ينجح. لو بتطالعون سبب النجاح والفشل، يكون صاحب المشروع عنده فنيه عاليه ومهنيه عاليه في انه يصمم التطبيق ويحاول ينفذه بالوقت اللي يحمل المشروع، او انه عنده فنيه عاليه في المشروع ولكن ما يعرف يصمم تطبيق، فتلقاه يقعد اشهر علشان يسوي تطبيق، وبالوقت اللي هو البزنس عنده واقف. فبهذه الطريقه هم هذا اللي قاعد يطيحون فيه اغلب اصحاب المشاريع. اذا عنده تحديين، عنده تحدي التكنولوجي وعنده تحدي اداره المشروع. طبعا اللي ماسك تطبيق كانه يقول انا مثلا لما تيجي تقول لي محمد انا عندي محل، او واضح اذا انت عندك محل، والمحل هذا عارف منتجاتك، عارف اغراضك، عارف اسعارك، بس تنتظر الزبون يدخل عندك. اما لما يكون عندك تطبيق، التطبيق يختلف. موضوع التطبيق معناته ان انت تبي الزبون يدخل عندك بالتطبيق كانه يدخل عندك المحل، فما في بياع، انما في واجهه التطبيق، في لوج ان، في ريجستريشن، في منتجات. فانت راح تسوي رحله عميل داخل التطبيق. اذا ما كان التطبيق في رحله عميل واضحه، في خط واضح انك تحرك فيه العميل على منتجاتك، ومن خلال الوضع اللي هو يتحرك فيه لافضل طريقه الى التشيك اوت بانه يدفع، فانت راح تخسر العميل. اذا في عناصر كثيره لازم ينتبه عليها صاحب التطبيق فنيا تخدم البزنس. على الشغلات هذه ما عندك في المحل. في المحل انت عندك فقط زبون دخل عندك وشاف الاغراض وبدا يكاسر معاك ويتكلم معاك لانه فيس تو فيس. في التطبيق لا، عندك صفحات، ارقام او منتجات، اسعار، اختيارات. حتى لما تبي تكاسر، شو تكاسر فيه؟ تدور الخصم او تدور الكود. فهني اللي رجعنا حق صاحب التطبيق اللي هو صاحب البزنس. فهل انت تبي تكون صاحب تطبيق كتطبيق، ولا تبي تكون صاحب بزنس، او تبي تكون راعي بالين وتبتدي تشتغل بشكل عام؟ اللي شي حصل معك في ناس نجحوا بانك حطوا عندهم مجموعه اي تيز او ناس يديرون هذه التطبيقات، او يدير له يقول له والله انا اعطيك حساب يديره لي، لان انا لي مثلا انا تطبيق وورد فرضا، فانا لي ان اصمم وورد، اصمم البوكيه، ارتب البوكيه، اتعب عليه، احط اسعاري، اجيب عملائي، وازيد الموردين مالوتي، ازيد اشتراكاتي. شو يصير في التطبيق؟ انا مالي شغل. يعني مثلا دخلوا الناس صار في ترافيك، انا ما احكمها. ليش؟ لان انت يا الاي تي لازم تعرف شلون توجهني على مسوق يدخلني على منصات معينه واقدر اتحرك من خلالهم. فهني الاشكاليه، الاداره ما عادت اداره محل ولا اداره منتج، الى اداره التطبيق بشكل عام. وهذه الصعوبه اللي فيها، يعني او ما يمكن في ناس احد يعني اشتغل فيها، ولكن ما في احد يعطي، ما بيقول ماكو احد، ما ادري بس ما شفت انا احد مر علي يدرب اداره التطبيق. شنو اداره التطبيق؟ مو انك تصمم تطبيق، مو انك تعرف الوان تطبيق، كيف تخلي التطبيق يدور كاش، لان انت اوريدي صرفت عليه من 9000 دينار ل 20000 دينار حسب يعني التعقيدات اللي انت اضفتها على التطبيق. هذا التطبيق كم راح يدخل عليك، ومتى راح يرجع قيمته، ومتى راح يكون البريك ايفن علشان تبتدي تعتمده كتطبيق ويبتدي يدخل معك. اذا في امر مالي، وفي امر اداري، في امر مهني. الامر التجاري يعتمد على المبادر نفسه وصاحب الفكره. بامكانه يفتح مثلا يبيع زهور في محل، بامكانه يبيع زهور في تطبيق. اذا شو السالفه؟ انا ليش حطيت محل، ليش حطيت تطبيق؟ المحل لان ابي مكان يجيني الزبون، نفس الشيء التطبيق هو مكان عشان ابي يجيني الزبون. اللي حصل في التطبيقات ان الناس استفادت في فتره كورونا، سكر صار كل يعني الكانفاس، البزنس كانفاس، البزنس مودلز كلها تاثرت. فصار التطبيق هو البريدجنج، هو الجسر الوحيد حق الناس انها توصل لاصحاب الاعمال.
وصار اصحاب الاعمال هم عندهم التطبيق هو الجسر الوحيد انه يبتدون يتواصلون مع اصحاب الحاجه والكلاينت علشان يدفعون لهم عشان يوصلون شركات توصيل توصل لهم. فهني صار التطبيق هو اللغه، هو التواصل، هو التعارف بينهم وبين بعض. اذا انا لازم كصاحب بزنس اعرف واتاكد ان التطبيق هو اداه، هو آلية، لكن لازم احسن تصميمها واحسن استخدامها. ما في شيء اسمه تطبيق فاشل، انما قد يكون تطبيق في مهنيه معينه او في جزئيه معينه انا ما احسنت وضعها. يعني مثلا حطيت تطبيق ولكن ما عرفت احط البيمنت جيت واي اللي هو بوابه الدفع. اذا انا ما عندي كاشير، كنا انا قاعد بمحل والناس لما تيجي تشتري ما يلقون كاشير او ما يقدرون يدفعون او ما يقدرون يشترون مني. اذا انتفت عمليه الشراء. اذا كان تطبيق مثلا خلينا نقول لزهور، ولكن انا اللي قاعد يجوني امانه ناس اصحاب زهور ولكن مو اصحاب الزهور اللي بخاطري. اذا من يدير التطبيق؟ انت تدير التطبيق كزهور، ولا انت اعطيت المهمه لقطاع الزهور، شركات الزهور انها تحط عندك؟ هذا لازم تحكمه. يعني انت خلينا نقول انت صاحب التطبيق، انت بين المبادر وبين الموردين. هذا اغلب اصحاب التطبيقات يعني يشتغل في بيئه معينه، ولكن ما يحكم الموردين. الموردين قد يعرضون اشياء سيئه، قد يعرضون اشياء رخيصه، قد يعرضون اشياء غاليه، لان هذا يقول لك بوتيك، انا بحط بوتيك معين بقدم فيه. الزبون لما راح يبتدي يختار في هذا الابلكيشن. انت سياستك، انت عندك سياسه مع العميل انه دفع من خلالك انت حق صاحب اختار طبعا احد المتاجر اللي عندك ودفع له، وهذاك وصل. اذا عندك ايشو ثاني، الايشو الثاني اللي وصل هذا يبي فلوسه منك انت، لان العميل قط فلوسه عندك. في ناس شو تسوي؟ تقول لا انا مالي شغل، انا راح اعطي. يعني في عندي الحين قاعد اشوف انا تطبيق معين، العميل يدفع حق التاجر نفسه من خلال التطبيق، بعدين التاجر يقول له شوف هذه قائمه مبيعاتك، عطني نسبتي. في بعض الممارسات الحسابيه في اداره التطبيق تخلي التطبيق يفشل بفتره قصيره، لان التطبيق ما قاعد يتغذى من ايراداته من تشغيله، لان التطبيق اساسا تاسس من 9000 ل 20000 حسب تعقيد. فانت احسبها لازم يعني ايش كثر تحتاج تبيع شهريا عشان ترجع القيمه. وهذه اللي يعني امانه مو سهله، كلش مو سهله. انزين الجانب التجاري ان انت التطبيق يا جماعه، انا وايد اشوف تطبيقات الناس قاعد تحط مجانا عروض مجانيه حق موردين. انزين نحط عروض مجانيه لمتى؟ شهر، شهرين، ثلاثه؟ لا، يقول لما اكسب موردين. هذه السياسه على عيني وراسي فيها، ما اعترض عليها، ولكنها تطول. في بعض اصحاب التطبيقات تطول معاهم من 6 اشهر لسنه بحجه انه يبي يشغل، يبي يقنع العالم، يبي يشوف الناس تهيله. هذه سياسه خاطئه جدا، لان اللي خسرت على تاسيس التطبيق كذلك انت قاعد تخسر على السنه اللي فاتت هذه كلها. دفعت اجورات، دفعت حق IT، دفعت حق موظفين، دفعت حق كول سنتر، دفعت حق ناس معينين في اداره هذا التطبيق. فلا تغلطون الغلطه هذه. بعدين اللي تحتاجونه يا جماعه بالنسبه للتطبيقات، بالنسبه فنيتها، انت ما تحتاج تكون مهندس IT، مبرمج. الفنيات هذه يجب ان تكون في حسبتك، في ميزانيتك، في تاسيس المشروع، انك انت على الاقل تقدر يعني تفهم فنيات. يعني مثلا تبي تحط مورد، اذا بتحط مورد مثلا يبيع زهور، اذا لازم انت على الاقل تقدر تحط تيرم كونديشنز، مثلا الشروط والخصوصيه. ما تبي ان هذا الزبون شرى من محل ورود سيء ويبتدي الزبون يرفع قضيه عليك انت صاحب التطبيق. اذا لازم تحمي نفسك من المورد، لازم يكون عندك الجانب القانوني جيد، لازم يكون عندك الجانب خلينا نقول الفني جيد، على اساس تحمي نفسك في اداره التطبيق وتحمي نفسك في امور كثيره.
فالناس تعتقد انه من يبتدي يسوي تطبيق خلاص البزنس راح يمشي وراح يسوي بومينج وينطلق بانه خلاص راح تجي الارباح. فانا هذا اذا احد عنده سؤال سالوني الحين لان الافكار قاعده تجيني. يعطيك العافيه دكتور على توبيك اللي هو المنصات الرقميه بين التقنيه والاستثمار. صراحه حاولت توصل الفكره. اذا بنلخص دكتور مجمل اللي قلته الثلاث نقاط اللي قلتهم نلخصهم في شنو؟ 3 نقاط بالتحديد. شلون نحول منصات الرقميه الى استثمار قبل لا ننتقل الى اختي غدير. اذا تبي تحول المنصه الى استثمار لازم لا تكثفون افكاركم كاي تي، لا تكثفون افكاركم كانكم مبرمجين. لازم تتكلم مع تطبيق مبادر، يعني تفكير مبادر، بحيث ان هذا التطبيق اداه توصلني الى الزبون وتوصلني الى بيع منتجاتي. اذا كان التطبيق ما يوصلني للايراد والمنتجات والمبيعات لا يصلح هذا التطبيق. كانك انت قاعد بمحل والمحل في مجمع ولكن المجمع مو زين، او مجمع لازم تترك هذا المحل، لان المحل هذا اللي يوصلك حق الزباين. نفس الشيء المنتج. فالتطبيق يا جماعه وايد مهم. ليش انا اركز على التطبيق وايد الحين؟ لان التطبيق صار مكلف تقنيا، ومشكله التطبيق اذا استمريت عليه وما طورته قد يضيع عليك كل البزنس. قد يعني خلينا نقول بوابه الدفع تورطك، عرض المنتجات تورطك، المسميات، المتغيرات السريعه. فانصح الشباب الاهتمام بالتطبيق، ان التطبيق ترى مو بزنس، التطبيق هي الاداه اللي تساعدك على نجاح البزنس. في سؤال هني، هل ممكن عمل تطبيق تعليمي مكفوفين مثلا يساعدهم على التعلم عن بعد؟ اكيد هذه التكنولوجيا ما يعني استاذ ايمان اي واحد يقدر يسوي هذا التطبيق، والتطبيق هذا موجود امانه. انا اشتغلت مع ناس مكفوفين في احد الدول الخليجيه ويتعاملون معي بالواتساب، يتعاملون معي في التويتر، سوشيال ميديا، ودرستهم في اداره المشاريع BNB، وكانوا معي طلبه ولا زالوا معي طلبه مكفوفين في هذا المجال. يعطيك العافيه دكتور، وان شاء الله التطبيق التعليمي راح تتطرق لاختي نوره العتيبي، عندها تجربه فنيه في هذا العالم. مشكور دكتور. نستمع باقي المحاضرين وراح نفتح المجال للديوانيه للاسئله لكل الحضور بعد ما ننتهي من جميع المحاضرات. دكتور اتمنى انك تكمل معنا الى نهايه المحاضره. اذا في اسئله اكيد راح تكون انت ما تردون ان شاء الله. ان شاء الله متابع للشات. بالاضافه ان هذا المؤتمر او هذا الملتقى مسجل راح يتم عرضه عليكم ان شاء الله. اذا في اي سؤال راح يفوتكم. ارحب باختي غدير رئيسه جمعيه رياده الاعمال الكويتيه. صح اختي غدير؟ وانا تشرفت مؤخرا بالانضمام الى الجمعيه ولو فيرتشوالي قبل الاوفيشال 1، قبل لا اوقع الدوكيمنت معاهم. فانا اتشرف بانضمامي الى هذه الجمعيه، واتشرف في فريق انجز خلال فتره وجيزه وصلوا الى العالميه. انا قاعد اتكلم وصلوا الى العالميه مو بشكل مبالغ فيه. اتمنى اختي غدير تبلش معانا وتعطيكم نبذه عن الجمعيه وشلون وصلوا الى العالميه بفتره وجيزه. تفضل يا اختي غدير. السلام عليكم ويعطيكم العافيه، وانا اعتذر عن الخلل الفني اللي صار معي خارج السيطره. احييكم كلكم واشكرك اخوي حسين، ما قصرت على الاستضافه الحلوه، والاعضاء ما شاء الله متحدثين كلهم رائعين متميزين. حابه القي كلمه مقدمه بسيطه شيء سريع اقول لكم منه احنا جمعيه رياده الاعمال. اول شيء تحييكم اضيف تحيات وارحب بضيوف الكرام في الترحيب في بدايه اعمال ملتقى رواد التطبيقات الكويتيه الثاني، والذي يهدف الى استكشاف واقع الاعمال الرياديه والنظر للدور الهام في رياده الاعمال والابتكار في التنميه الاقتصاديه كقوه نحو النمو الاقتصادي، اللي يصبح الملتقى حلقه تواصل بين ريادي الاعمال والاكاديميه ورجال الاعمال في مختلف المجالات الاقتصاديه. في ظل الأزمة التي واجهها العالم حاليا بسبب انتشار جائحة كورونا، ظهرت الحاجة للمشاريع التقنية التي توفر خدمات عن بعد في جميع المجالات، وحان الوقت للتفكير بطريقة مختلفة والبدء في تبني فكرة وجود منصات الافتراضية تقدم خدمات متكاملة لرائد الأعمال تساعده على إطلاق مشروعها بالريادي ابتداء من مرحلة الفكرة إلى مرحلة النمو والتوسع. عندنا الحاضنات ومسرعاتها بالتحديد بطريقة احترافية يشرف عليها
متخصصون استشاريين واصحاب خبره في مجال رياده الاعمال. المشاريع الناشئه هي احد القطاعات المتاثره من الازمه الحاليه نظرا لاعتمادها على التقارب الاجتماعي والاحتكاك برواد الاعمال الاخرين. وهنا ياتي دور المنصات الابتكاريه المتطوره والتي تهدف الى دمج خبره رواد الاعمال مع خبره التكنولوجيا نحو تحفيز والابتكار ورياده الاعمال، وتساعد في تنميه المشاريع الصغيره والمتوسطه وتسريع النمو وتيره المشاريع وتيره الاجتماعي والاقتصادي في العالم العربي دون مقابل مادي. وهنا ركزت جمعيه رياده الاعمال التنمويه على عده انشطه انطلقت في فتره كورونا بتقديم دورات مجانيه لرواد الاعمال ومشاركه الاخوه من ذوي الاختصاصات الاساس دور التكنولوجيا والذكاء الصناعي. اضافه الى ذلك تنعقد مؤتمر خليجي بعنوان الثوره الرابعه في مواجهه جائحه كورونا ودور رياده الاعمال وتمكينها واهميه الذكاء الصناعي والذي يعد نقطه تحول للاقتصاد العالمي. والمؤتمر الخليجي الثاني بعنوان استشراف مستقبل رياده الاعمال في ظل الاقتصاد الرقمي ما بعد جائحه كورونا. والان جمعيه رياده الاعمال عملت الى تعاقد مع السفاره التايوانيه بعمل معرض افتراضي لرواد الاعمال الهدف منه تعزيز المشاريع التجاريه بين الدولتين. الهدف منه مو بس هذا، كذلك احنا نبي رواد الاعمال الان ينطلقون الى ان يفكرون يتوسعون برا خليجيا. كذلك احنا في صدد ان شاء الله نعمل منصه افتراضيه خليجيه تهدف الى دمج رواد الاعمال من الخليج والتبادل التجاري الخليجي. انا اتمنى المرحله المقبله لرائد الاعمال يعيد تفكيره مره ثانيه، خاصة من أزمة جائحة كورونا. مشروعك اللي قبل كورونا يختلف مشروعك ما بعد كورونا، في وايد تغيرات لازم تغيرها، اللي هي أول شيء دراسة الجدوى الاقتصادية. دراسة الجدوى الاقتصادية تحتاجها الآن إعادة مشروعك. هل تحتاج أنك أنت تستخدم منصة إلكترونية لمشروعك؟ إي نعم تحتاجه، لأن الحين بعد إن شاء الله 2021 راح يصير التعامل كله عن طريق النت واللينكات، فما تحتاج أنك حتى عملات ورقية. كذلك أنك تساعد أنك تقلص عليك التكلفة والمخاطر والهذا. كذلك عندنا إدارة المخاطر. كل رائد عمل لازم يفكر في مشروعه يقدم يعني يتعامل مع شركات تقدم له إدارة المخاطر ومخاطره قدام في المستقبل. أنا أتمنى من جميع رواد الأعمال الآن يفكرون مرة ثانية في مشاريعهم، يا أنهم هم يستخدمون التكنولوجيا عشان ما يتأثرون بالمنصات الإلكترونية، أو أنه يستخدمون دراسة جدوى اقتصادية حق مشاريعهم عشان يتطورون أكثر وأكثر. وجزيل الشكر والامتنان حق اخوي حسين. طبعا انا تكلمت على السريع ما باخذ وقتكم وايد، بس ان حبيت اقول لكم ان انا ممتنه لكم جدا جدا على الاستضافه الجميله، وممتنه على الخبره من اخوي جيماز، يعني هو غني عن التعريف عن الحاضنات وسرعات الحاضنات. انا يمكن التعامل معه وايد جدا، حتى اخوي حسين ما شاء الله عليه انا من معجبين في فكره التكنولوجي، وخاصه رائد العمل لازم يكون عنده فكر تطور تكنولوجي في المستقبل في مشاريعه. نصيحة إذا أنت متعثر للشراكة، هاي توجه جمعيتنا. يعطيكم العافية. يعطيك العافية أخت غدير. عندي سؤال، أنا سألتك شلون بديتوا توصلون للعالمية، شنو آخر خبر حطيتوه مع الصين؟ تقدرين تتكلمين عنه؟ الحين راح اتكلم ان شاء الله. احنا باذن الله تعالى راح نعقد مؤتمر. احنا يمكن سبقا سوينا معرض افتراضي بيننا وبين الصين وتايوان. الهدف منه ان نشوف التبادل الخليجي ونجيب الشركات من برا الى داخل الكويت، ونفتح المجال حق المستثمر او صاحب المبادر انه يسوي شراكه مع الشركات. طبعا هذه الشركات يكون مرخصه من وزاره التجاره وغرفه التجاره ومحترف فيه دوليا وحسب احتياج السوق. فكانت التجربه الاولى معنا في المعرض الصحي. الان ان شاء الله في صدد ان شاء الله يصير بيننا تبادل معامل، نسوي ملتقى بيننا وبين الصين، نشوف كيف ان رواد الاعمال في الصين ما تعثروا، شنو الاليات اللي استخدموها، شنو التقنيات اللي استخدموها، ناخذ خبرتهم وخبرتنا ونحطها مع بعض ندمجها حتى نضمن رائد العمل الاستمراري. كذلك بعد الملتقى باذن الله راح نسوي معرض افتراضي يهدف فيه جميع الشركات التايوانيه اللي حسب احتياج السوق. يعني من ما بدل ما انت تسافر وتروح وتشوف تدور الشركات، هذه الشركات موجوده في موقع افتراضي تقدر تتعاقد معها بشكل رسمي وتتواصل معها دايركت، وسهل عليك المهم انك انت تتعاقد معها وتبدا السوق الخليجي.
ايضا مو بس هذه العالميه، احنا يمكن تعاقدت مع جمعيه الامارات، وان شاء الله في تعاون مع جمعيه السعوديه للحين ملاقين حتى الوقت الضغط ما شاء الله ورا بعض. نفتح السوق الخليجي. جهزنا المنصه جاهزه، فقط بس بمجرد ان نطلقها مع شركه تكون متخصصه تكنيكال في ان شلون تربط مع دول الخليج ان شاء الله. هذا الخطوه النكست اللي احنا ناويين ناخذيها ان شاء الله. يعطيك العافيه اخت غدير، وان شاء الله نكون احد الاذرع لكم داخل الجمعيه ان تساعدنا ونرفع اسم الكويت. ما راح نخليك استاذ حسين، انت شخص اللي توافق مع اهداف جمعيتنا. احنا ندور اشخاص فكرها تكنولوجي، خاصه ان رائد العمل الان اذا ما يكون واعي بالتكنولوجيا واهميه دور التكنولوجيا في مشاريعه يعتبر تقليدي. لازم كل واحد يفكر يعيد في تفكيره. يمكن احنا جمعيتنا وايد قاعد نسوي دورات تدريبيه كثيره جدا بالمجاني حق رائد العمل حتى يستفيد، ياخذ الخبره، يشوف نفسه هل هو قادر يستمر ما يستمر. ايضا جمعيتنا تركز على الحاضنات ومسرعات الاعمال. عندنا الدكتور جيمات ما شاء الله عليه عنده مسرعات الاعمال، عندنا الدكتور حسين البحراني ما شاء الله عليه التكنولوجيا التكنيكال، الحاضنات التكنيكال. فاحنا يعني جمعيتنا نتشرف في جميع كل شخص يكون عنده فكر ابتكاري تنموي يهدف الى رفع مؤشرات التنافس الدولي للكويت ورفع اقتصاد دوله الكويت والاستدامه للمشروع. يعطيك الف عافيه، واتمنى تستمتعين في هذا الملتقى وتشوفين تجربه اختي نوره العتيبي. عندها نبذه عن تجربه لتطبيق موقع المعلم الاستثنائي. وايد شدني الاسم معلم استثنائي، خاصه المجال التكنولوجي والكل متجه حق التعليم اونلاين. اختي نوره تفضلي فتحي. يا هلا ومرحبا. نتعرف في تجربتك، تعطينا يا ريت تعرفين بنفسك وتعرفين الحضور على انا حاب الذاتيه بالاضافه الى تجربتك. تفضلي يا اختي نوره. انا حابه بس اسوي مشاركه للشاشه. اي تفضلي اكيد. بس تقريبا الان الحين مو قاعد يصير معي مشاركه للشاشه. انا على ابتكر تعلم اللي فيها الشاشه، لو تخليني بس هوست. بس مجرد تسوين شير السكرين، الايكون الخضراء اللي تحت ضغطي عليه. سويت شير انا سويت شير بس كاتبين هوست بالضبط، وكلنا راح نشوف. لا بس هو ظاهر لي ان الهوست build partic سكرين شيرينج او في شيء في خلل تقريبا. الحين اعطيك بيرميشن. اوكي تمام. يلا تمام. على الله. واضح كل شيء طالع معنا. تفضلي يا اختي نوره ويا ريت تجربتك. بالبداية مساء النور على الحضور الكريم والملتقى رواد أعمال تطبيقات الكويت، وكل الشكر للمنسق الملتقى الدكتور أو المهندس حسن البحراني والأستاذ صقر الحربي مؤسس جروب تطبيقات. جدا يعني لما طبعا شفت الملتقى حبيت أني أشارك فيه كتربوية. في البداية حاب أنكم تتعرفون علي. نورة العتيبي مشرف قسم حاسوب المرحلة الابتدائية بنات في وزارة التربية، عضو هيئة تدريس في كلية الدراسات التكنولوجية بنات سابقاً، مدرب وعضو في المجلس الخليجي للتنمية البشرية 2012، مدرب إلكتروني معتمد من البورد الكويتي، رئيس لجنة ابتكار والتطوير التكنولوجي في الجمعية الكويتية لتقنية المعلومات 2019، مدرب وعضو دائم في اللجنة الثقافية والتدريب في الجمعية الكويتية لتقنية المعلومات، شهادة من البورد الكويتي للمدربين المعتمدين، حصلت على لقب معلم متميز عام 2019. أيضا حصلت على المسكوكة الفضية للأمير الراحل 2019 الأمير الشيخ صباح الأحمد غفر الله في مشروع تربوي. أيضا شهادة خبير مايكروسوفت 2018، شهادة في براءة اختراعات على مستوى الشرق الأوسط في مشروع الكتاب الناطق، وشهادة في تطبيقات الآيباد، وشهادة في استراتيجيات التعلم النشط، مؤسس والرئيس التنفيذي لمنصة ابتكر 2020، مؤسس حساب المعلم الاستثنائي. قدمت العديد من الدورات والملتقيات والمؤتمرات على مستوى الكويت وخارج الكويت. هذه أختكم نورة بشكل موجز. وإن شاء الله الوزيرة القادمة لدولة الكويت
لرياده الاعمال، نستحدث وزيره وتكونين فيها يا رب ان شاء الله. تفضلي اختي نور. تسلم، يعطيك العافيه. بالنسبه للمعلم الاستثنائي، انتم ممكن شدكم الاسم. انا حبيت ان المعلم الاستثنائي من خلال عرضي لسيرتي الذاتيه ان المعلم هو يجب ان تكون هي مهنه وليست وظيفه. لذلك من خبرتي في وزاره التربيه حبيت اني هذا الحساب ان يكون مفتوح لجميع المعلمين. نهدف الى توصيل معلومه بطريقه سهله وبأقل جهد ووقت، وكذلك أن يكون التعليم هو مهنة وليس وظيفة مجرد، لأن التعليم مستحيل أن تكون مدرس لوظيفة. الوظيفة لا يمكن أن تكون للمعلم. يعني المعلم يجب أن يكون في شغف وحب أن يكون معلم، يوصل رسالته، لأن رسالته كبيرة فيها أجيال يعني راح نبنيها إحنا، اللي راح نبني هذه الأجيال. فتجربتي مع موقع نيربود خلال الفترات الكورونا، هناك الكثير من التطبيقات الإلكترونية تخدم كافة المجالات وظهرت على الساحة وشفناها إحنا. حبيت إني أختار الأفضل، فظهر عندي موقع نيربود طبعا يختصر لي الوقت والجهد ويكون له أكثر فائدة. لو استعرضناه بطريقة سريعة، هو عبارة عن أداة تعاون وتواصل بين المدرسين والطلبة في الوقت الحقيقي، يعني في الوقت الحقيقي، وأنا موجودة معهم في منصة تيمز الآن المستخدمة في وزارة التربية. طبعا راح يكون الطالب راح يتفاعل معي وراح أشوف وراح أكتب طبعا درجات راح نحطها، والأمور يعني التفاعل راح أرصده من خلال النيربود. أيضا طريقة الاستخدام سهلة جدا، كمبيوتر والآيفون والآيباد يسمح للمدرسين بإنشاء عروض تفاعلية وتقديم محتوى للطلبة. طبعا سبب اختياري لهذا التطبيق، طبعا شفت أنا أنه هو حصل على جائزة دايجست في 2012، يعتبر من أفضل التطبيقات التي تم تقييمها في سوق التطبيقات. أيضا منظمات ومدارس تم استخدامها بالتطبيق، وكذلك جامعة الملك سعود قسم الحاسوب، قسم كلية التربية قسم الحاسوب تحديدا رشح هذا الموقع. طبعا أنا قمت على تجارب ودراسات عليه وطبقته بنفسي قبل ما أني أعرضه أو أني أقدمه طبعا لمدرستي والمعلمين. لاحظت أن هناك مميزات للموقع، حصرت هذه المميزات: إمكانية تصميم دروس وأسئلة واستطلاعات، الرأي وتنظيم مسابقات، عرضها مباشرة على أجهزة الطالب والسبورة التفاعلية، إشراك الطالب من خلال توفير المحتوى التفاعلي ومتابعة تقدمهم. طبعا إحنا عندنا في الوزارة إن الحين منصة تيمز، أنا ما راح الطالب إن الصعوبة إن إحنا نشوفه هو الطالب متفاعل معي أو لا، لأنه راح يكون خلف الشاشات. فأنا أبي تطبيق يكون الطالب أجذبه معي وأضمن إنه هو يكون معي من خلال هذا الموقع في عناصر وأدوات تشويقية تخلي الطالب منتبه أو منشد انتباهه على طول معي، لأنه يحس إنه أنا قاعد أنقله من نقطة إلى نقطة بطريقة تشويقية. فبهالطريقة ممكن أضبط الطالب معي. تتبع عدد الطلاب المتابعين للدرس مباشرة من لوحة التحكم، كذلك مراقبة تقدم الطلاب في الوقت الحقيقي من خلال تقارير الأداء، يعطيني تقرير أداء كامل عن الطالب، تلقي ردود الطلبة ممكن ياخذون معي لاحظ ردودهم والنتائج بالوقت الحقيقي، إمكانية عرض تقرير مفصل عن حصتي اليوم ويسرد كل استجابات الطلاب وأنشطتهم، تفاعلوا معي ما شفت تفاعل معاهم، فهذا ألاحظه أيضا هذا هو الموقع. إذا الموقع شنو هو؟ موقع النيربود طريقة التسجيل فيه جدا سهلة بالنسبة للمدربين، راح يكون تسجيل عن طريق الجيميل أو عن طريق 365. أما للمعلم الأفضل أنه هو يسجل عن طريق 365. خلوني أستعرض معاكم. فمن خلال
الشاشة مو ظاهرة الآن. فأنا طبعا سويت التجربة على هذا الموقع. نورة تحولين الشير مرة ثانية، ضغطي على الآيكون مالت الشير الخضراء وحولي إلى شير ديسكتوب عشان يبين الشاشة، ما يبين فقط الفايل. إيه لا معك. تمام. إذا هذا الموقع، طبعا الموقع هذا قدمت فيه عديد من الدورات. قدمت دورات على مستوى الكويت، و3 دورات على تقريبا دورتين على مستوى الكويت، و3 على مستوى الكويت والخليج، وأيضا بروكسل، دولة بروكسل كان معانا من الجالية العربية، كانوا يبون موقع النيربود فدزولي على الخاص وعطيتهم الدورة. آخر دورة تم ختامها في وزارة التربية يوم الخميس اللي طاف. طبعا عطيت ل30، نزلت نشرة رسمية لهذا الموقع، وتم تدرب 30 معلم. ويوم الخميس القادم إن شاء الله راح نشوف. طبعا أنا عملت لهم مسابقة، هو يعني اجتهاد شخصي مني، أنا سويت لهم مسابقة المراكز الأولى، لأن الموقع يتيح لي، لو نلاحظ مع بعض أن أنا من خلال الموقع أقدر أبني create، هو إنشاء الآن، أقدر أني أنا أبني. طبعا هذه كلها الدروس اللي أنا بنيتها. راح نستعرض معاكم درس الاد سلايد. لما أضغط على اد سلايد هني يعتبر هو الأول أداة هي الكونتنت، هو المحتوى. أن المعلم يقدر أن يبني محتوى من جميع هذه طبعا الأيقونات الموجودة. يقدر يبني على شكل فيديو مع أسئلة، يقدر يبني على شكل سلايد مثل الباوربوينت، أو ممكن يحط رابط إنترنت 3D. لو لاحظنا هذا، أنا ممكن أعطيت فكرة لقسم العلوم، قلت لهم أنتم في تيمز ممكن أني أنا أسوي مختبر افتراضي، فأنقل الطالب مثلا إلى أنه هو يشوف الجزء و3D يستمتع بهالطريقة. إذا أنا نقلت الطالب إلى مختبر افتراضي. أيضا ممكن أن أنا أكافئ الطالب، وطبعا طول هالفترة يكون تيمز ودراسة، فما في شيء يجذب الطالب. فقلت لهم إيش رأيكم أن إحنا نطلع رحلة افتراضية؟ فراح يرد الطالب يعني بشكل تلقائي إنه من صدقش أبلا راح نطلع رحلة افتراضية؟ إيه أكيد راح نطلع رحلة افتراضية. فإحنا نقلناه إلى رحلة افتراضية. طبعا لو كان عن طريق الVR، لو كان في يعني ردينا إلى مقاعد الدراسة ووفرنا النظارات تكون أفضل أحلى. بس المتاح الآن عندنا ممكن أنا أقول لهم بهالطريقة. طبعا هني بالسيرش إني أنا أحط الدولة أو المتحف اللي أنا أبي أسوي سيرش عليه حق الطلبة. يعني أخت نورة نقدر برحلة افتراضية نزور أي دولة إيه يعني بالعالم، مو بس أي دولة بالعالم. الحين مثلا أنا في درسي كان عندي أبراج الكويت، فأنا شنو قلت لهم؟ طلعت لهم شخصية أم خماس، قلت لها أم خماس إيش رايكم في أم خماس؟ أم خماس تبي تعزم صديقاتها، فشلون تعزم صديقاتها؟ إنهم يروحون يشوفون أبراج الكويت. إذا الأسلوب والمحتوى لازم يكون في أسلوب تشويقي ومحتوى تشويقي. فلما يشوف الطالب هالطريقة شلون إنزين يا أبلة شلون، نقول لهم عن طريق نوديهم رحلة افتراضية. فالحين أنا خذيتهم إلى رحلة افتراضية. الإمارات ما عندهم أبراج الكويت، عندهم برج العرب، برج خليفة. فنقلتهم، فأقول لهم إيش رأيكم اليوم ننتقل إلى هذه الرحلة الافتراضية؟ فلاحظوا معي الرحلة الافتراضية الآن. طبعا هي أستاذ مهندس حسن لو كان بعد في نظارة يكون أحلى، بس هو يؤدي الغرض. يعني مثلا الحين لو نقلتكم الحين ياخذ وقت شوية، فراح أقول لهم شو إيش رايكم بهالأجواء الجميلة؟ أجواءنا جميلة واليوم الجو صافي والسماء حلوة. إذا أنا عندي أبراج الكويت. لاحظوا معي بنات أبراج الكويت يا طلبتي الحلوين. فإيش رايكم ندخل بالسماء، ندخل بأبراج الكويت؟ ممتاز. وين بوابة الأبراج؟ فراح أنقلهم بهالطريقة. فالطالب راح ينتقل إلى رحلة افتراضية جميلة. هذه من بعض الأفكار. وايد ممتاز التطبيق، مشوق، يجذب جدا
تجربتك اخت نوره مع وزاره التربيه والمعلمين، هل طبقتي هذه التجربه خاصه ال 3 دي المختبر ال 3 دي او الفيرتشوال زائد الرحله مثلا في احد الصفوف في هذه الفتره ولا لا؟ طبعا أنا طبقتها مع سؤالك جدا رائع وجميل. أنا طبقتها مع الصف الرابع والصف الخامس، وما شاء الله تبارك الرحمن، يعني شيء قاموا يسألون إن نبي نطلع رحلة، متى راح نطلع الرحلة؟ فهذه الدروس مثلا اللي الحين أنا ردا لنفس السؤال، لاحظوا الدروس أنا الحين اللي بنيتها كلها من ضمنها في رحلة افتراضية. إذا في ألعاب ورحلة افتراضية. أنا راح أعرض لكم الآن، بس راح أوريكم يعني نقطة واحدة. الآن المعلم متاح له أنه يبني محتوى تفاعلي وتشويقي من خلال موقع النيربود. إنزين، المعلم يحتاج ليس فقط إلى محتوى تشويقي، ولكن يحتاج أيضا إلى ألعاب تفاعلية. إذا هالألعاب بدل ما أنا أخلي المعلم مثلا يروح يشتري تطبيق أو يروح مثلا يدور لعبة، أو إنه هو يضيع وقته، نص وقته يضيعه في الباوربوينت ياخذ ارتباطات ويعمل ارتباطات في الصور. إذا هذا الموقع يعتبر موقع تفاعلي فيه 10 ألعاب تقريبا تفاعلية. اللعبة الأولى هي تسلق الجبال، راح أوريكم إياه، وأيضا السؤال المفتوح، ولكن هذا السؤال المفتوح ممكن أنا أخليه حق المرحلة المتوسطة والثانوي. الابتدائي يناسبه بس الصف الخامس. هني ممكن الصور، تطابق الصور، الصح والغلط، هني الرسم، السبورة التفاعلية. مثل ما احنا نعرف ان تيمز بس سبورة واحدة وهي سبورة المعلم، هذا يوفر لي سبورة لجميع الطلبة. أيضا استطلاع الرأي، هني أكتب، أشوف، أعطي الطالب أهمية أني أنا أبي أسمع رأيك من خلال النوت، مثلا ما رأيكم الآن، أو حابة أعرف رأيكم في حصتي اليوم يا طالباتي الجميلات. فأيضا يكتبوا لي هني نوت، كل طالبة راح يطلع لها اسمها وراح تكتب. أيضا وايد ممتاز. انا عندي سؤال اساس نجذب الاودينس الحضور اللي عندنا اليوم. تجربتك بعد وجود هذا الابلكيشن وهذا التطبيق التفاعلي الممتاز، حاب اروح اوديك الى مكان اخر، يمكن انت مو محضره حق هالسؤال ولكن انا متاكد من تمكنك من الاجابه حقه. تجربتك لهذا التطبيق او وجود اي تطبيق اخر للبقيه، شلون ندخله في مناهجنا او شلون ندخله في الجهات الرسميه؟ عندنا الاخت غدير مثلا موجوده في جمعيه رياده الاعمال كجمعيه نفع عام، هل تقدر تساعدك؟ هل انت رحتي الوزاره مثلا وقدمتي؟ ممكن يتبنون القضيه؟ انا ابي تجربتك بالواقع حاليا بالكويت، شنو صار معك؟ أنا صراحة أنا بقول لك تجربتي. أنا صراحة أقدم دورات تدريبية لي تقريبا 8 سنوات. فعندي المدربين أو متدرباتي أو اللي يعني اللي يعرفوني يطلبون دائما الدورات التدريبية. أنا طبعا قاعد أعطي دورات تدريبية مجانية. الهدف إن التعليم هو أسلوب حياة، إن التعليم هو المعلم كثر ما يقدر إنه يعطي للتعليم حقه، لأن التعليم صعب إني أنا أروح. في معلمين ما يقدرون يروحون مثلا أماكن يأخذون فيها دورات تدريبية، فأنا أوفر هذه الدورات التدريبية. هم يعرفوني من اسمي. وطبعا أنا أعطيت دورات تدريبية في الجمعية الكويتية تقنية المعلومات، أعطيت دورات تدريبية أونلاين. خلال الجائحة أنا فاتحة الحساب منصة ابتكر، والدورات التدريبية أعطيت الإمارات والبحرين وعمان. عمان قبل شهرين تقريبا استخدموا تيمز أو 3 شهور، لأنهم دزولة على الدايرة قالوا لنا إحنا اشتغلنا في تيمز. مع أن السعودية لا، السعودية كان عندهم تيمز ومنصة مدرستي. فأنا فتحت لهم الآفاق، أعطي دورات تدريبية، أقول لهم تعالوا شوفوا هالفكرة. فبعدها لما أعطيت، أنا دربت 116 معلمة في وزارة التربية عن طريق تيمز. بعدها بدوا
التوجيه انا رحت عرضت عليهم، قلت لهم ايش رايكم في انا راح اعرض عليكم موقع ومع التجربه، يعني مع دروس تفاعليه، درس الكتروني متكامل. فلما عرضت لهم الفكره قالوا صح، يعني ممتاز جدا حلو، فاحنا نبيها منك ورشه. فقدمتها ورشه. بعد ما قدمتها ورشه لقت صدى كبير، قالوا لا احنا نبيها دوره تدريبيه، لان هذا الموقع بصراحه مهندس حسن، هذا الموقع ما نقدر نعطيه كورشه قصيره، يعني كدوره ينفع كدوره، لانه في تعمق، يعني المحتوى بناء محتوى، بناء لعبه. بهالطريقه سوينا احنا. طبعا طلعت نشره والحمد لله، يعني شفنا عدد كبير سجل فيها، والان بعد في دفعه ثانيه هم حابين انهم ايضا يسجلون بهالدورات، دوره الموقع النيربود، خاصه ان موقع النيربود هو موقع سهوله الاستخدام، والطالب بس يدخل عن طريق الكود، يعني ما يحتاج انه هو عنده صعوبه. يعني انا اقدر عن طريق نسخ الرابط وارسله بتيمز داخل الصف، انه هو على طول يكون موجود معي، فما راح اصعب على الطالب طريقه الدخول. فاذا انا استخدمت تطبيق يقلل لي الجهد ويعطيني فائده اكثر، واني اوصل للطالب معلومه، انا هني حققت النجاح بالتعليم. ممتاز. انا بحاول الخص تجربتك بهذه الكلمات، ويا ريت تضيفين لي قبل لا ننتقل حق اخوي عبد المحسن: الشغف لمهمه المعلم، اسلوب حياه، تطبيق نيبرهود، صح؟ نيربود، اسف، تطبيق نيربود التكنولوجي، وطرق استخدامها ومميزاتها، تشويق والتفاعل بين الطالب والمعلم، رحلة ومختبر افتراضي، وبناء محتوى مميز للطالب في هذا التطبيق. تجربتك مع وزارة التربية وأحد الصفوف بيّنت أن هذا التطبيق يحتاج إلى تسويق مميز. أبي بالختام، شلون راح تسوي له تسويق في دولة الكويت؟ تحديدا يعني ما شاء الله أنت لخصت الموضوع كله بطريقة صراحة نقول تشويقية أكثر. طبعا أنا سوقت له من خلال الانستغرام، سوقت له من خلال سويت كتاب رسمي أرسلته التوجيهي، يعني حطيت له بوستات معينة. في ممكن أشخاص في ممكن أشخاص يشرحوه بطريقة يعني شوي صعبة، إنه صعبوا الموضوع، ولكن أنا رحت أخذت الموقع. هو الموقع لما تدخل تحس بصعوبة بالبداية، إنزين، بس حاولت أختصر الأشياء المفيدة واللي راح تفيد المعلم، والنقاط اللي المعلم يحتاجها في هذا الموقع، بدل ما إحنا ناخذ وقت كبير ونشرح شرح كبير. فأنا نزلت لهم بوستات إن أنا راح أشرح لكم محتوى راح أشرح لكم موقع يساعد من خلاله يتم تصميم محتوى تشويقي، وأيضا أدوات تفاعلية تشويقية، وأيضا ضفت له أنه يجب أن يكون للمعلم أسلوب في عرضه. التسويق أيضا سوقت له أنا في التوجيه، سوقت له عن طريق حسابي بالإنستغرام، عن طريق منصة ابتكر. فالحمد لله يعني لاقيت يعني ردود فعل حلوة إيجابية. ناس قاموا يطلبون الدورات، يعني أنا ختمتها للمرة الآن السادسة، يعني 6 مرات قدمتها. أخت نورة، عندي لك مداخلة بعد فهمي لمداخلة الدكتور الجيماز: التطبيق والاستثمار. التطبيق مجاني في الدخول، ولكن بناء المحتوى اللي حضرتك بنيتيه داخل التطبيق، محتوى لدورات معينة أو ورش معينة أو رحلة معينة، ليش ما حاولتي تسويق المحتوى أكثر من ما هو تسويق للبرنامج نفسه؟ هذه نصيحتي بعد مداخلة الدكتور الجيماز، شلون نحول التطبيق إلى استثمار. فبإمكانك التعب بمجهودك وخبرتك بناء محتوى
داخل التطبيق محتوى تفاعلي، ومن خلال هذا المحتوى يتم تسويقه للمعلمين كمحتوى جاهز يمكنهم استخدامه في دروسهم. ايش رايك بالفكره؟ صراحه الفكره حيل حلوه. اللي صاير ان موقع النيربود مثل سجل، يعني خلينا نقول احنا او خلينا نقول بروفايل خاص في المعلم، ان انا المحتوى اللي انا ابنيه موجود في صفحتي، يعني ما اقدر مثلا اني اقفله واني اعطيه مثلا احد، اعطيه رابط تسوي له شير حق احد المعلمين. يعني اذا انت بنيتي شير ممكن اسوي له شير. نعم. انا حاولت اني احطهم كفيديوهات ويعني وانشرهم، ولكن هو لو لاحظتوا معاي لو اسوي شير حق تلاحظون انه ما في سيف. ان مثلا هني انا ممكن ارسله للطالب من خلال زوم، ايضا اشارككم فيه، ولكن ما في سيف، يعني اني انا احفظه، لا ماكو حفظ، يعني ما اقدر احفظه. انا افرض اني انا معلم وفتحت حساب في هذا التطبيق، وانت معلمه وعندك محتوى وانا ابي اشتري المحتوى منك، فلنفرض اني انا دفعت لك مبلغ مالي لهذا المحتوى، هل تقدرين انت تعطيني المحتوى هذا ويصير في حسابي؟ اسوي كوبي للمحتوى عندي؟ بس راح تقدر تطالعه، ما راح تقدر تشتري. اي بالضبط. يعني هذا النقطه. يعني لو لاحظ معي مهندس، نعم، يعني لاحظ مهندس الحين حسن، انا الشاشه الحين عرضتها لكم، انا الطالب اعطيه الكود كمعلم انا اعطي للطالب الكود. لو انتم تاخذون الكود تدخلون، راح تدخلون بس تحطون نيربود، راح تدخلون على لعبتي. بس اني اعطيكم اياه يعني مشاركه، مثلا انك تشتري، لا ما تقدر تشتري. يعني هني الاشياء المتاحه بس اني اقدر ارسله ايميل. السوشيال ميديا انا ما اقدر ارسل طلبتي لانه يتيح تويتر وفيسبوك، والطلبه هم صغار، فانا استخدم معاهم المايكروسوفت تيمز. اللي خلاني اتوجه لهذا الموقع او اني ابني ان تيمز هو انا اقدر اتوصل للطلبه، يعني اساميهم على ارقامهم المدنيه كلها موجوده عندي. إذا دخلت أنا كمعلمة بحسابي الوزارة، أيضا سهولة أن الطالب يدخل. ولو أروح أنا المدرسة وناسية لابتوبي، أقدر أفتحه من كمبيوتر اللاب، يعني المختبر اللي عندنا، وأدخل على حسابي، ولا راح أقول إن مثلا أنا نسيت فلاشي في البيت. يعني هذا اللي خلاني أنا أقول حق المعلمين إنه في طريقة ثانية. إذا أنت حتى نسيت فلاشك، لا تقول إن اليوم ما راح أعطي حصتي، راح تعطي حصتك. كنت أنت حاطة أونلاين، بس افتح داخل حسابك الوزاري، راح تلقى المحتوى جاهز عندك وتعيش حياتك. يعني أنا أقول لهم عيشوا حياتكم. أنا أتوقع أختي نورة جاوبتي على سؤال إنه هل يمكن مشاركة الشاشة، أنت جاوبتي عليه، بالإضافة إلى أن التطبيق مجاني في فتح الحساب، ولكن بناء المحتوى هو التحدي. وأنا باختصار لدمج فكرتك مع ما تحدث فيه الدكتور الجيماز، أتمنى منك استثمار خبرتك في بناء المحتوى وتسويق المحتوى أفضل لك أنت كإضافة للتطبيق. يعطيك العافية أخت نورة. أي كلمة ختامية قبل لا أنتقل حق الفقرة اللي وراها أخوي عبد المحسن؟ يعطيكم العافية. صراحة أشكركم على هذا الملتقى، وأشكر زملائي اللي موجودين معي في الملتقى. صراحة يعني ملتقى جدا رائع. نقول الاسم والأشخاص الموجودين، يعني فإحنا نتمنى مثل هذه الملتقيات إن نشوفها بالكويت أكثر من، يعني ما نبي نشوف ملتقى واحد، نبي أكثر من ملتقى صراحة، لأن هذا ينمي عندنا الفكر والتطبيقات. يعني اليوم الدكتور لما تكلم عن التطبيقات واستثمارها جدا رائع، الأستاذة غدير أيضا استفدنا منها. فنتمنى مثل هالملتقيات انها تكون موجوده في دولتنا الكويت اكثر من ملتقى. وشكرا على اتاحتكم الفرصه لي اني اعرض هذه التجربه، واتمنى اني فتكم وكنت ضيفه خفيفه ولطيفه عليكم. بالعكس وايد فتينا، وان شاء الله راح. المهم في هذه الملتقيات هو تكوين شبكه للمعارف اللي هو النتوركينج،
وهي اللي راح تقدر تساعدك في تحويل من تطبيق الى استثمار، والربط بين اصحاب الاهتمام. وانا صراحه جدا منشد حق المحتوى اللي انت سويتيه لتسويق المحتوى واستثماره بدل استثمار التطبيق، وان شاء الله راح نكون على تواصل. يعطيك الف عافيه على هذه التجربه. يعافيك. انتقل الى اخوي عبد المحسن الاحمد. اخوي عبد المحسن الاحمد راح يعرض لنا اليوم نبذه او كلمه عن التطبيقات الالكترونيه بين البرمجه والتسويق. اغلب اخواننا اللي موجودين يمكن وتكلم عنها الدكتور الجيماز، شلون الناس تتجه الى الاي تي فقط كتكنيكال انه يبني تطبيق ولكن ما يعرف شلون يستثمرها. اخوي عبد المحسن راح يتكلم عن التسويق. تفضل اخوي عبد المحسن. السلام عليكم، مساكم الله بالخير جميع. اتمنى الصوت يكون واضح. واضح جدا واضح. ممتاز. في البدايه يعني يسعدني واتشرف اني اقدم هذه المداخله من خلال هذا الملتقى الطيب، ومن خلال وجودي مع كوكبه من خيره الاخوه المهتمين في هذا المجال، واللي شرفني الحظ بالانضمام لتجمعهم. ويعني منذ اكثر من سنه ونص، اقصد فيه طبعا تجمع جروب تطبيقات الكويت. هذا التجمع اللي يعني لله الحمد اصبح ملتقى يضم خيره الاخوه من المهتمين بالمجال التقني والتسويقي والريادي. هذا الملتقى اللي اتمنى من الله انه تتوج باكوره انتاجاته ونجاحاته من خلال خلق تجمع استثماري ناجح يضم الكثير من الاخوه اصحاب الخبره والكفاءه، علشان تترجم هذه الخبرات والكفاءات بنجاحات تنعكس على سوق التطبيقات وعلى سوق البزنس في الكويت. الحقيقه انا سمعت للمداخلات، وحقيقه موضوعي له علاقه كبيره بالمداخله اللي دخلها الدكتور الجيماز الله يحفظه. طبعا الدكتور الجيماز غني عن التعريف، رجل قامه في العمل والبزنس، وانا كان لي يعني شرف التعرف على هذه العائله الكريمه، ولي علاقه مع اخوه الدكتور صلاح بزنس قبل حوالي تقريبا 10 سنوات. فهذا سبحان الله وجودنا في هذا التجمع جمعنا مع الناس والخبرات اللي احنا يعني محظوظين ان نكتسب من خلالها المهارات ونكتسب من خلالها يعني العلم الجديد. اخترت موضوعي مداخلتي بعنوان التطبيق بين البرمجه والتسويق، وحبيت اركز على الجانب التقني اكثر من الجانب البزنس. طبعا الاحتياج الفعلي الكثير من الاخوه المبادرين واصحاب المشاريع دائما يفتقدون الى وجود خارطه او خارطه طريق تحتوي على اقل تقدير النقاط المهمه التي يعني ما يختلفون عليها اثنين في ضروره وجود هذه الخارطه لرسم صوره واضحه يعني لسير عمل المشروع. واخصني طبعا المشاريع التقنيه والمواقع الالكترونيه مثل موقع الاخت الكريمه قبل شوي لعرض الخدمه المقدمه من خلال هذا التطبيق او هذا الموقع، سواء كانت منتج او خدمه او عمل او برنامج تعليمي الى اخره. يمكننا طبعا احنا اختصار الاجراءات من خلال استخدام التطبيق زين، وميكنه الاجراءات العمل وتقليلها وتحويلها الى العالم الرقمي. طبعا ما يخفى على الاخوه الكرام ان الخبره اللي طبعا انا خليني اتكلم بس نبدا عن نفسي شوي، ان الخبره اللي اكتسبتها من خلال عملي في البرمجه والتصميم طوال 20 سنه الماضيه يعني صقلت عندي الكثير من الخبرات في هالمجال. هذا الامر جعلني يعني استطيع تكوين صوره شامله ورؤيه متكامله يعني قد تكون نسبه الخطا فيها قليله لاي مشروع او فكره يراد تنفيذها بشكل الكتروني. طبعا هذه الخبره مثل ما قلت لكم ايضا لم تاتي من فراغ، انما جاءت من خلال الاحتكاك المباشر مع الكثير من العملاء واصحاب الافكار. يعني منهم ناس افكارهم مثلا وئدت وماتت في مهدها، ومنهم نجحت افكاره، ومنهم غير مساره بعد فتره من الزمن. كل هذه الامور جعلت لدينا امكانيه لطرح وجهه نظر شخصيه في الاول والاخير، لكن يشهد الله اني احتسب من خلال الاجر من خلال تقديم النصح قدر الامكان لكل من يريد ان يدخل في هذا المجال ويعني ويجهل دهاليز المتطلبات والعراقيل اللي ممكن تواجهه اثناء تنفيذ المشروع. راح احصر مداخلتي باربع نقاط مهمه، وانا على يقين انه كل مبادر
يجب ان يكون ملم بها قبل حتى انه يفكر يدفع دينار واحد لتنفيذ مشروع. قد يكون كلامي في نوع من التغيير او التشاؤم او تكسير المجاديف مثل ما يقولون بالعاميه، لكن عندنا مثل شعبي يقول دائما صديقك من صدقك وان ابكاك. النصيحه كان فيها نوع من تكسير المجاديف الا انها تضع لك خريطه طريق يعني يجب ان تهتم فيها مثل ما يقولون اذا كنت تريد ان يعني ينجح عملك. النقاط الاربعه اللي راح اتكلم فيها وان شاء الله اني يسعفني الوقت واتكلم فيها في عجاله، اللي هي اي مبادر وصاحب اي مشروع صاحب اي تطبيق لابد ان يكون عنده الاربع نقاط هذه. اول شيء الفكره ودراسه الجدوى، حصر متطلبات العمل لتحويل الفكره الى تطبيق، وايضا دوره حياه التطبيق اللي اقصد فيها برمجته وانتاجه، والتسويق والتطوير. هذه النقاط لو اردنا يعني الاسهاب بشرحها، يعني كل نقطه ممكن تحتاج لساعات في شرحها والدخول بتفاصيلها والتعمق فيها، لكن نظرا لضيق الوقت وعشان ما يحصل تشتت راح نمر عليها مرور بحيث ان لا نغفل النقاط المهمه اللي تستوجب ان نركز عليها ويركز عليها المبادر قبل ان يبدا في تنفيذ فكرته. هذه النقاط من وجهه نظري طبعا هي العمود الفقري لوضع المشروع على اول طريق من طرق النجاح. كون اي مشروع او واخص هني المشاريع التقنيه تستلزم انه تكون هناك دراسه وافيه ومستكمله الاركان مثل ما يقولون للنقاط الاربعه اللي ذكرتها. علشان يتم تحقيقها وتنفيذها لازم تكون هذه الدراسه تدخل في عمق الترابط بين المكونات الاربعه اللي ذكرتها. فكل نقطه هي مرتبطه بالنقطه التي تسبقها. زين، بشكل عام نقدر نقول هي حلقات مترابطه، كل حلقه مرتبطه بالحلقه اللي تسبقها. خلينا نبدا باول نقطه هي الفكره ودراسه الجدوى. مفهوم الفكره الكل تراود الافكار. الانسان دائما يعيش في حاله عصف ذهني حتى لو ما كان صاحب مشروع. دائما تلاقي نفسك قاعد وتخطر ببالك فكره، شفت شيء ينفذ بشكل اعتيادي تقول بنفسك يعني ليش ما يتم ميكنته، ليش ما يتم عمله بهذا الشكل. زين، مثلا على سبيل المثال دائما انك تفكر انك تترجم المشروع الى مكسب، وهنا يجي طبعا دور الشخص الريادي او الشخص اللي يحب انه يحول الاجراء هذا الى امر يجد من وراه مكسب. لذلك فكره المكسب المادي من خلال تحويل العمل او الفكره وتوفير الوقت والجهد، يعني هذا اصبح ديدا اغلب الناس في هذا الزمان. طيب، ممكن تقول قبل ظهور التكنولوجيا والتطبيقات الاخيره كانت الافكار تترجم من خلال تسهيل اجراءات العمل او ترتيبها. يعني مثلا المخازن قبل كان مثلا تدار بالدفاتر والحسابات الورقيه والجرد، بعدها لما تم ميكنه هذه الاجراءات من خلال برامج الكمبيوتر اصبحت تعطيك الحسبه بضغطه زر. هذه الامور احنا نسميها اجراءات العمل، وكل مؤسسه او جهه او حتى يعني في بيتك اي امر تسويه انت فعليا قاعد تنفذ اجراءات عمل، من خروجك للبيت للدوام للعوده للبيت وهكذا. فمفهوم التطوير والانتقال من حاله الى اخرى هي دائما تكون يعني لب الفكره. زين، والافكار انواع، في افكار غريبه ما تصير، في افكار صعب تطبيقها، وفي افكار معقوله من الممكن ان ننفذها. اذا مفهوم الفكره غير مقتصر فقط على يعني انها تكون بادقه في مخيله صاحبها او انه متميز وفكر فيها وغيره ما فكر فيها، وانه يعتبرها حق من حقوقه. هذا المفهوم من وجهه نظري مفهوم خاطئ يترتب عليه اختصار تطور الفكره، بمعنى انه الفكره اذا انا احتفظت فيها وما مثلا ناقشتها مع تقنيين او مع اشخاص ذوي اهتمام، يعني بالاخير يا اصرف النظر عنها، يا اما ما تكون عندي الامكانيه لتنفيذها، او انه مثلا ما انفذها بالشكل السليم. لذلك في مقوله مشهوره لاحد ابرع المفكرين في علم الاداره اسمه فيليب كوتلر، يقول بما معناه انه يعني بالعاميه تشوال الافكار بسنت. يعني تقدر يعني تجيب تشوال من الافكار بسنت، بمعنى الافكار ما هي ذات قيمه، لكن تنفيذها وتنفيذ هذه الافكار هو التحدي. وادى مثال ثاني ستيف جوب، يعني رغم وجود عملاق من عمالقه الكمبيوتر في زمانه اللي هي شركه IBM، الا انه استطاع انه يخطف حصته من سوق الكمبيوترات بتطوير بسيط لمفهوم الكمبيوتر الشخصي، واخترع الماوس والكيبورد
الاستخدام في مجال العمل، الاستخدام الشخصي والمنزلي، واصبح سوق الكمبيوترات سوق رائج. وامثله كثيره يعني لا يسعنا الوقت لحصرها. الشاهد انه الفكره ليست بالاساس هي محور النجاح بقدر ما يكون النجاح في تنفيذ الفكره. طيب بعد ان نحصر الفكره وندرسها ونتخذ قرار بتنفيذها، واتكلم هنا عن الافكار التقنيه، بمعنى الافكار اللي يمكن تحويلها الى تطبيق او موقع ويب لتقديم خدمه من خلالها، مثل فكره الاخت الكريمه قبل شوي. شنو راح نسوي؟ هل نروح لشركه برمجه ونقول لها تفضلي هذه الفكره اعملوا لنا تطبيق وعشان ننزله للسوق، وننتظر الحظ يعني في نجاحه او عدم نجاحه؟ وللاسف يعني هذا يعني ديدن الكثير من اصحاب الافكار والمبادرين المستعجلين لتحقيق النجاحات، والحلم في انه تطبيق ينجح تجي شركه تستحوذ عليه يبيعه ويجني الارباح يا بسهوله. الو وش اسوي؟ ها بدوره شو اسوي؟ ها اسمع. سوري شيلوا لي عشاء خلوني. يلا قام. يا ريت الميوت. لكن للاسف يعني هذه الامور احلام صعبه التحقيق، لانه ما في شيء يجي بسهوله من دون تعب، وما في شيء يجي من دون عمل وجهد وترتيب وتنظيم، على الاقل في المرحله الاولى من انطلاق الفكره. هذا الامر يترتب عليه انه صاحب الفكره في الاخير يلاقي نفسه وصل لمرحله احنا نسميها الديد لوك زين، او الجمود، مثل اللي يوصل الدوار ويلقى الدوار مسكر، سياره جايه عكس السير، سياره مني وراه سياره. من اكثر الامور اللي توصل صاحب الفكره لمرحله الديد لوك مثل ما يقولون هي مرحله عدم وجود خيارات اخرى، بمعنى انتهاج سبيل واحد وخط واحد في العمل، مما يترتب عليه قله الخيارات، وهذا للاسف خيار قاتل لاصحاب المشاريع. عندما يتفاجأ بتراكم التكاليف، عطلة المشروع، ظهور امور لم يكن يعني حاسب لها حساب، وعليه يصل لمرحله النهايه وتلقاه بعد فتره طارح تطبيقه للبيع. وشفنا امثله كثيره مثل هذه النمونه حتى بجروب تطبيقات الكويت. طيب ما الحل؟ الحل في دراسه الجدوى. ما هي دراسه الجدوى؟ طبعا ما راح ادخل من مفهوم دراسه الجدوى، لكن بعطي فكره عنها. دراسه الجدوى هي دراسه يقوم بها صاحب الفكره للمشروع الجديد، تمكنه من تطبيق المشروع بنجاح، وتحتوي على دراسه تفصيليه لكل الاحتمالات للمشروع، الاقتصاديه، الانتاجيه وما شابه. تكون هذه الدراسه بمثابه مثل ما يقولون ليدر للمشروع او قائد للمشروع، تديره بسهوله وتقلل من مخاطر الفشل. تقدر تعتبرها الفكره او دراسه الجدوى هي دستور لنجاح هذا المشروع. طيب في المشاريع التقنيه ما هي اهم نقاط دراسه الجدوى؟ اكرر هني انا اتكلم من وجهه نظري المبنيه على خبرتي في هذا المجال. في السابق كانت المشاريع والافكار تنفذ بشكل فردي، خصوصا المشاريع التقنيه ما كانت خاضعه لمنظومه التراخيص، متطلبات التغطيه القانونيه، الكيان الاعتباري، تحديد احتياجات وتنفيذ هالمشروع ضمن منظومه الدوله اللي ينفذ بها المشروع. كل هذه الامور كانت اغلبها مشاريع فرديه تنحصر، ومثل ما شفنا في السابق النجاحات المنتديات، غرف المحادثه، مواقع الاقاني، مواقع البيع على شكل مزادات، وظهرت مشاريع ناجحه ما كان سبب نجاحها وجود دراسه جدوى لها، انما كان كونها حاله فريده وجدت اقبال من بعض المستخدمين كبروزها يعني كفنتك جديد مثل ما يقولون، وكانت متميزه فاخذت حصتها في التميز واخذت حصتها من السوق، مثلا سوق حراج في السعوديه، سوق مزاد الكويت، الى اخره من المواقع. هذه المواقع اصبحت لها قيمه ماليه في تلك الفتره. اما الان بعد دخول الهواتف الذكيه اصبح الارتباط بالكمبيوترات والدخول الى المواقع من خلال اجهزه الكمبيوتر يعني شبه معدوم. هذا الامر ترتب عليه ظهور طفره نجاح التطبيقات الالكترونيه، وبدا الناس بالاتجاه لهالسوق الجديد اللي اصبح واعد بكل المقاييس من خلال وجود الهاتف عند كل شخص وتوفر الانترنت بشكل شبه مجاني، وايضا لا نغفل ادمان الناس على استخدام الهواتف. هذا الامر جعل تنفيذ مشاريع من خلال هذه التطبيقات سوق واعد لكل المبادرين، لكن كثره التطبيقات وفشل الغالبيه العظمى منها وخساره الكثير من المبادرين لاموالهم بسبب عدم وجود دراسه وافيه للمشروع لحصر الاحتياجات والتكاليف والعوائد الماديه جعل هذا المجال مجال شرس مثل ما يقولون. كمن يعني يدخل ايده في خليه نحل لجني العسل. دراسه الجدوى هي القفاز اللي يحمي المبادر من الخروج باقل الخسائر في حال فشل المشروع. ايضا تخلي المبادر يجني
اكثر كميه من العسل اذا كان القفاز سميك وقوي من دون ان يتعرض لاي لسع. مجرد الانتهاء من هذه الدراسه مداخله والتاكد من اكثر اخوي عبد المحسن، تجربتك بمشاريع انت شهدت لها النجاح ومشاريع انت شهدت لها الفشل، مو لازم يكون مشروعك. شنو ابرز ملامح خلينا نقول بمداخلتك عن التسويق؟ شلون استخدموا التسويق في هذا المجال؟ وعندنا تقريبا 6 دقائق. شوف اخي حسن، يعني احنا لو انا كان ودي والله بس اتكلم عن جزئيه دوره حياه التطبيق، وهذه جزئيه مهمه، لكن راح ارد على سؤالك هذا ومداخلتك. احنا كانت تجربه في 2002 مع مجموعه من الاخوه، من ضمنهم كان الاخ ابو احمد ايضا، في وجود انشاء اول سوق الكتروني في الكويت، كان اسمه كويت مول. كانت التجربه يعني تجربه واعده، وكانت من اوائل التجارب في الكويت، كانوا اعتقد سوق او سوقين. لكن السبب في فشل هذا المشروع للاسف انه ما كانت الناس عندها مبادره لاستخدام البطاقه الائتمانيه، ما كانت العمليه تحصيل المبالغ النقديه متاحه مثل ما هي متاحه الان. ايضا الخوف من دائما، كل الانسان دائما عدو ما يجهل، الناس دائما تخاف ان البطاقه ممكن تنسرق، الكريدت كارد ممكن تهكر، او ممكن الجهه اللي قاعد تدفع عندها مو امنه. فكانت هذه من اسباب فشل المشروع في تلك الفتره. فبالتالي دائما مثل ما قلت لك ايضا، رغم انه كان في دراسه جدوى للمشروع وكان السوق واعد، لكن مثل ما قلت احيانا الظروف تفرض عليك، ظروف السوق تفرض عليك انك يا تغير نهجك او انك توقف. للاسف الاخوان تلك الفتره وقفوا. طبعا احنا اعتقد اجابتي كافيه ولا؟ لا، اجابتك كافيه. في سؤال لك ابو طلال، يقولون هل الاجهزه الذكيه وظهورها ساعدت على التسويق اكثر ويكون مقبره للمواقع اللي كانت موجوده؟ شوف اخي حسن، يعني طبعا بلا شك انه التطبيقات، يعني شوف انت بالاول والاخير هدفك كيف توصل للكاستمر. في السابق يعني كانت الكمبيوترات موجوده بسبب ان الناس تحب تتصل بالانترنت، وكانت المنتديات قبل ظهور الفيسبوك وقبل ظهور تويتر، كانت المنتديات هي المتنفس اللي من خلالها يتم مثلا تبادل الاراء، تبادل المعلومات، تبادل القصص، تبادل. لكن بعد ظهور الفيسبوك وظهور التويتر وظهور الانستغرام يعني اصبحت المنتديات منتهيه. زين، فظهور هذه المواقع الجديده وظهور تطبيقاتها خلت الناس تنصرف يعني لهذه التطبيقات على الموبايل. يعني انت متصل بشكل دائم من خلال التليفون، يعني قبل تروح حولي تلاقي 20 30 واحد شايل كمبيوتر يبي يصلحه ولا يبي يضيف له رامات ولا كذا. الحين طبعا لولا جائحه كورونا الكمبيوتر مكتوب سعره 20 دينار. زين، فهذا الامر خلى الناس تنصرف عن الكمبيوتر. المواقع الالكترونيه اللي تقريبا يجهلونه اغلب الاخوه انه ما في تطبيق ما له موقع الكتروني. يعني حتى التطبيق اللي قاعد تشتغل عليه او انت قاعد تستخدمه الباك اند ما له موقع الكتروني. فوجود الموقع الالكتروني مهم جدا، حتى لو كان ما له يعني مثل ما تقول واجهه مستخدم يستخدم الشخص. فالمواقع الالكترونيه يعني ما اختفت، لكن اصبحت واجهتها اللي تظهر للجمهور هي التطبيقات. فبالتالي اختفائها اختفاء مثل ما تقول انترفيس، اختفاء الانترفيس اصبحت على الموبايلات والتطبيقات. فتقدر تقول ان التطبيقات وأدت المواقع. زين، وأدت ان الشخص يقعد على الكمبيوتر يفتح موقع علشان يسوي اوردر، ويعني اصبح كل شيء الان من خلال التليفون. طيب انا بس بكمل الجزئيه مهمه جدا على عشان نقدر نختم في رحله الفكره الى التنفيذ. بالضبط، الفكره بعد الانتهاء من الفكره ودراسه الجدوى، وهذا جزئيه مهم، ننتقل لمرحله دوره حياه التطبيق، وهذه الجزئيه مهمه دائما. ويعني يا ريت الاخوه اللي يبون ينفذون مشاريع يركزون عليها دائما دائما ودائما. والاسئله اللي تطرح، ابي شركه تنفذ لي مشروعي، ابي يا جماعه هل هذا الشخص اثق فيه؟ هل هذا الفريلانسر اثق فيه؟ هل هذه الشركه اثق فيها؟ اخي بالاول والاخير انت ليش تربط مشروعك او تربط تنفيذه بشركه او بشخص؟ انت مشروعك المفروض الاصل انك
عامل له دراسه، والدراسه هذه طبعا نتكلم عن دراسه التطبيق، الدراسه البرمجيه او السيستم اناليسيس. لما يكون التطبيق معمول له سيستم اناليسيس كامل ومعمول له سيستم ريكوايرمنت كامل ومكتوب بشكل سليم، انت ممكن توديه على صاحب بقاله يعرف بالبرمجه تقول له خذ نفذ لي هذا التطبيق. زين، بالاخير المبرمج لما يكون في SRS كامل للتطبيق من اول الى اخر شيء، هو راح ينفذ شيء مكتوب. فبالتالي انا لو هذا المبرمج ما لقيته اخذته حق شركه ثانيه، يعرف الشركه تعرف انا وشنو شلون التطبيق يشتغل ووين قاعد يوقف. فبالتالي هذه الجزئيه مهمه جدا، كان ودي اسهر فيها لكن لضيق الوقت، لكن بركز على جزئيه ثانيه مهمه بعد الانتهاء من SRS، واللي هي اختيار الانفايرمنت اللي انت راح تشتغل عليه. دائما وللاسف احنا الصوره النمطيه اللي قاعد تظهر انه يجي شخص يقرا معلومه زين عن لغه معينه او عن برمجه معينه، ويجيك يقول لك هذه اللغه فاشله، هذا اللغه ما تنفع لتطبيق مشروعك. يعني بناء على خبر قراه او شيء قراه او شخص مثل ما تقول مبطوطه شبده من شيء فاجى وصرح على هذا الشيء. هذا الكلام غير صحيح وغير يعني غير منطقي. احيانا انت طبيعه مشروعك هي تحدد لك شنو اللغه اللي راح تشتغل عليها، هل تشتغل نيتف، هل تشتغل على فريم ورك، هل تشتغل طبيعه الثيرد بارتي اللي راح تستخدمها مع شغلك، هو يحدد لك شنو طبيعه اللغه اللي راح تشتغل عليها. اذا بالاخير هذه الجزئيات مهمه كلها انها تكون محصوره قبل مرحله التسويق للابلكيشن. بعد الانتهاء من تصميم الابلكيشن ندخل في مرحله التسويق. دائما للاسف اخ حسن والاخوه الكرام، مساله التسويق هي لب اي مشروع، مثل ما قال اخوي الدكتور الجماد قبل شوي. زين، عمليه التسويق لابد انك انت لما تسوق او تنطلق، زين، لابد ما يكون عمليه انطلاقك تكون مدروسه. دائما الاخوان اللي يسوون تطبيقات يقول لك انا بسوي تطبيق اشغله بكل الخليج. اخي انت انطلق بالكويت، انجح بالكويت، سوق بالكويت، اعمل دراسه بالكويت. بعد ما ينجح تطبيقك وتصير عندك قاعده جماهيريه وتوقفك على رجولك، ما تسبب لك خساره، انتقل لمرحله التطوير، انتقل لمرحله الانتقال لمثلا جلوبال مثل ما يقولون، زين، سواء بالخليج ولا بالدول العربيه ولا غيرها ما شابه. هذه العمليه تحتاج لفكر تسويقي ووضع خطه تسويقيه قبل التطبيق. النقطه الاخيره عشان اختم فيها مداخلتي اللي هي انواع التسويق. احنا عندنا نوعين من التسويق، التسويق المحلي والتسويق الخارجي. التسويق المحلي ينقسم لقسمين، في عندك تسويق اوفلاين وتسويق اونلاين. لو تكلمنا عن التسويق الاوفلاين، التسويق الاوفلاين اي تطبيق بعد ما يكون جاهز انا ليش اقط عليه فلوس في البدايه؟ انا ممكن اشاركه بالجروبات، ممكن اشاركه من خلال مجموعه تقنيه تشوف لي التطبيق تعطيني فيدباك عنه، ممكن اشاركه من خلال تنزيل اعلانات بشكل مخفض، اعلانات شوارع مثلا، اعلانات باصات، اوصل الفكره بشكل مبسط للكاستمر، اعمل دراسه للسوق، اعمل دراسه للفئه اللي انا راح استهدف من خلال التطبيق، اعمل دراسه مناطقيه. يعني مثلا تطبيق ينجح بعبد الله السالم ما ينجح بالجهره، مثلا لو قلنا التطبيق يقدم خدمه معينه، تطبيق يخدم حريم ما يخدم رجال، انا مثلا اذا التطبيق موجه للحريم، زين، اكسسوارات او بيع او امور خاصه بالحريم، ليش اسوي كوتشنير مع الرجال؟ ليش استهدف الرجال في اني ينزلون التطبيق او يشتغلون عليه؟ هذه الامور كلها تحتاج لعلم دراسه كامله لعمليه التسويق. بالاضافه للجزئيه الثانيه والمهمه والاخيره في هذه النقطه اللي هي موضوع التسويق اونلاين. موضوع التسويق اونلاين انت عندك منصات كثيره للتسويق، زين، لكن للاسف الاسهاب في طرح الفكره وطرح فكره التسويق وتشتيت الكاستمر يجعل هذا الامر ما يحقق جدواه. بالاخير الكاستمر يبحث عن منفعه. انا لما مثلا على سبيل المثال لو ضربنا مثال شخص مسوي تطبيق عقاري، التاجير الشقق، الكاستمر اي لحظه اتكلم عن الصبغ والسيراميك درجه اولى والصبغ ضد الحريق، ولا اتكلم عن المساحات والغرف والفيو والامور هذه. بالاخير الكاستمر يهمه المنفعه. فللاسف عمليه التسويق في يعني انا شايفها مي اخذه الاهتمام الكبير من قبل المبادرين، بكثر ما انه يكثر خدمات بالموقع، ما يركز على اليو اكس ولا على اليو اي،
الخاص بالتطبيق، يركز على الالوان، على كثره الانيميشن. هذه الجزئيات اتمنى انهم يعني يتجاوزون اخواننا المبادرين. واسف على الاطاله، كان ودي والله اتكلم اكثر لكن الوقت بالعكس فرصه للاخوان. اي نعم. اتوقع فكرتك بارك الله فيك. من ناحيه التسويق اهميته، شلون صار التسويق سهل اليوم لاستهداف فئه وشرائح محدده اللي لازم يركز عليها اصحاب التطبيق، بالاضافه الى اليو اي، خلينا نسميها واجهه المستخدم، واسلوب وسلوك المستخدم للفئه المستهدفه تختلف من فئه الى فئه. يعطيك الف عافيه. ان شاء الله نكون ملتزمين في الوقت. اقدم لكم اختي سندس الفارس او الفارسي. اختي سندس الفارسي يعطيك الف عافيه، وراح تبادر معاكم في مداخله عن تجربه خاصه في التكنولوجيا. اختي سندس تفضلي، المايك لك. لو تفتحين المايك اخت سندس لانه ميوت. مساكم الله بالخير جميعا. معاكم سندس الفارسي، فاوندر وسي او اوف ديبيت وكوديت سوفت وير ديفلوبمنت كومباني. اليوم احس ان افضل تجربه ممكن اني انقلها حق كل الاشخاص المهتمين في مجال التكنولوجيا، خصوصا ان احنا الحين بفتره البانديميك ديو تو كورونا فيروس، اغلب الاشخاص حولوا البزنس ملوتهم حق تجاره الكترونيه او اي كوميرس، او بلشوا ينتجون حق الابلكيشنات بشكل عام. فحسيت ان لو انقل تجربه عن المشاكل اللي قاعد تواجه بعض العملاء وبعض الكاستمر وبعض البزنسز اللي قاعد يتجهون حق النقله هذه، وقاعد يروحون حق شركات البرمجه وشركات التكنولوجيا تحديدا بالكويت، يمكن هذا انسب موضوع اني اتكلم فيه اليوم او اني ادش فيه كمداخله. المشكله اللي قاعدين يواجهونها اصحاب الافكار التكنولوجيه ان مو قادرين ان هم يوصلون فكرتهم حق هذه الشركات. اني الحين حق هذه الشركات، بعض الشركات التكنولوجيه اللي بالكويت تكون ما عندها خبره دقيقه في هذا المجال، فما تقدر انها تفلتر فكره الشخص بطريقه سليمه او بطريقه يسمونها يو اكس او يوزر اكسبيرينس ديزاين. فيصير هني اللخبطه بين العميل وبين الشركه. فهني البرودكت اللي قاعد يطلع عكس الشخص اللي كان متوقع منه كإنتاجيه او غيرها. نجيب حق بعض النقاط اللي لازم الشخص يحطها بعين الاعتبار، او صاحب الفكره يحطها بعين الاعتبار قبل لا يروح حق اي شركه تكنولوجيا سواء كانت بالكويت او خارج الكويت. واحده من النقاط المهمه وهذه الاسئله اللي دائما تتكرر، شنو اللغه اللي انا استخدمها حق الفكره مالتي عشان ابرمجها؟ هل استخدم نيتيف ديفلوبمنت او استخدم كروس بلاتفورم؟ طبعا الشخص يكون ما عنده باك جراوند في هذا المجال، فلما يسمع من اصحاب بعض الشركات اللي يتجهون حق ان هم يسوون بوش ان يسووا برنامجك بالنيتيف لانه هو اقوى، والواقع انه فعلا صح النيتيف اقوى. النيتيف كلغه تعتبر لغه قويه لانك انت تستخدمها في برمجه الفكره مالتك، لكن انت كصاحب فكره مشروع توك انت مبلش، يعني فكرتك ما تعتبر سيستم وزاري او سيستم كبير اللي تحتاج انك انت تسويها بلغه كبيره او لغه قويه حيل. تقدر انك تستخدم الكروس بلاتفورم بحيث انك انت تجرب فكرتك على ارض الواقع، هل الفكره هذه راح تنجح، الفكره هذه ما راح تنجح، او اذا كانت فكرتك اي كوميرس خلاص اتجه حق البلاتفورمز اللي هي تسوي سبورت وتسوي لي اي كوميرس عاديه، بحيث ان انا ابيع منتج عندي او ابيع المنتج مالي. فالفكر اللي شائع عندنا بالكويت ان النيتيف ديفلوبمنت اقوى خاطئ لبعض الاسباب، لان بعض الاشخاص ما يملكون الميزانيه الكبيره اللي هم ان ينفقونها على النيتيف ديفلوبمنت، خصوصا ان النيتيف ديفلوبمنت يعتبر شوي غالي. هذه اول نقطه. النقطه الثانيه، انت لما تستلم مشروعك بنيتيف لانجويج
انت راح بعدين مستقبلا او بعد خلينا نقول 6-7 شهور راح تضطر انك تعين مبرمجين عشان يستلمون مشروعك. والنيتف ديفلوبمنت معناته انك انت راح تعين مبرمج حق الباك اند، ومبرمج حق الفرونت اند، ومبرمج حق الاندرويد، ومبرمج حق الاي او اس. فانت اوريدي تكلفتك قطيت ميزانيه بدايه المشروع، وقطيت ميزانيه اعلى انك انت راح تحتاج انك تعين موظفين او مبرمجين بعد 6 إلى 7 شهور بحيث ان هم يستلمون مشروعك، لان انت بالنهايه ما تبي تكون مرتبط بشركه معينه انهم يمسكون برنامجك 100%. النقطه الثانيه اللي تروح عن بال بعض اصحاب المشاريع التكنولوجيه ان هم ما يحطون بعين الاعتبار ان لازم العقد اللي تم توقيعه مع هذه الشركات يكون مكتوب المبلغ اللي هم محددينه ان راح يستلمون السورس كود للبرنامج. وايد اشخاص للاسف يطيحون بهذه المشكله بعد ما يدفعون مثلا مبلغ، خلينا نقول ان هم كان مشروعهم يكلف 3000 دينار، استلموا المشروع، بعدين لما يروحون حق شركه ثانيه، الشركه الثانيه تطلب منهم السورس كود، فيروحون حق شركتهم الاوليه يقولون عطنا سورس كود، ينصدمون ان الشركه الاوليه تقول لهم ان السعر ما يشمل السورس كود، واذا كنت بالسورس كود لازم تدفع 5000 دينار زياده على ال 3000 دينار. ويضطر هني صاحب المشروع انه هو يا اما يدفع 5000 عشان يقدر انه يكمل على مشروعه، او يروح حق شركه ثانيه ويعيد برنامجه من اول وجديد، ويدشون بالسايكل هذه. وللاسف هذه من ضمن المشاكل اللي صج حيل تتكرر معانا ونلاحظها. فلازم انك تحرص ان السورس كود يكون من ضمن قيمه المشروع لما تيجي توقع العقد. النقطه الثالثه وهي اهم نقطه وايد مهمه، الاكونت اللي هو بعد ما انك انت تسوي الابلكيشن لازم تحرص ان الابل ستور والجوجل ستور والسيرفر اكونت يكون كله باسمك، لان اذا كان باسم الشركه هني انت ما راح تقدر انك تكون عندك الصلاحيه، او ما راح يكون باسمك، فلما تيجي مثلا انت تطالب بحقوق ملكيتك ما راح يكون لك اي حق انك تطالب بهذه الملكيه لحد ما انك تثبت ان هذا الاكونت انت اللي شاريه مو هم. وصعب حيل انك تثبت هذا الشيء، لانه اللي راح يحصل ان الاكونت هذا باسم الشركه، فمعناته الصلاحيه كلها ترجع حق الشركه. فهذين الثلاث نقاط وايد مهمين، وايد امانه اصحاب افكار تكنولوجيه طاحوا فيها وتكررت، وليومنا هذه تتكرر. وحسيت ان فعلا هذه من البوينتس اللي فعلا لو سويت لها هايلايت راح تفيد الكثير من الاشخاص. بالنسبه لي اتوقع اني غطيت الثري بوينتس اللي حبيت فعلا اني اشاركها كصاحبه شركه برمجه بالكويت. استقبل الاسئله اذا اي شخص عنده اي استفسار، باب النقاش مفتوح. يعطيك العافيه اخت سندس. انا بلخص النقاط اللي قلتيهم اللي جدا مهمين، اتوقع يطيحون فيها اغلب اصحاب الاعمال والتطبيقات. اهميه لغه البرمجه واختيارها سواء كنت بادئ في المشروع، بالنسبه لحجم المشروع ونوع المشروع والشريحه المستهدفه. شنو لازم تدرسها بعنايه كافيه، مثل ما قال اخوي عبد المحسن في البدايه، لما تدرس المشروع والفئه المستهدفه تعرف تقلل تكاليفك في استخدام اي لغه برمجه ممكن انت تطبقها فيها. وهذا يخدم رواد المشروع انه يقلل الكوست اللي عليه في البدايه، يجرب الفكره اللي بباله، يمكن هو عنده عده افكار ولكن يجرب الفكره، متى ما نجحت وبعدها يطورها الى لغات برمجه اخرى سواء كان النيتف او غيره. تطرقتي حق لغه البرمجه، تطرقتي حق تكلفه لغات البرمجه، حجم العمل المطلوب، وتطرقتي بشكل واضح على اهميه العقد بين رائد الاعمال او صاحب الفكره والشركه اللي راح تستلم المشروع. تطرقتي انه لازم يكون السورس كود او ملف البرمجه الخاص فيهم موجود من ضمن العقد ومن ضمن التعاقد في حين تسليم المشروع. فتح حساب المنصات اللي راح تنزل لك التطبيق سواء كان في الاب ستور ولا الاي او اس ولا الاندرويد، ولا حتى اذا موقع الكتروني، فتح الحساب عن طريق صاحب المشروع وليس عن طريق الشركه
أهمية إثبات حقك في المشروع. مداخلة جدا مهمة، وايد مفيدة. وحاب أسألك كصاحبة شركة، ومثل ما احنا قاعد نسوي في شركة مسرعات، يالك صاحب تطبيق أو صاحب فكرة وعرض عليكم فكرة، ما تطرقتوا حق كيفية حفظ ملكية الفكرية لصاحب الفكرة. وهذا اللي احنا دائما نحرص عليه في شركة مسرعات. لما يجينا صاحب فكرة أول شيء نوقع معاه شيء اسمه NDA Non Disclosure Agreement. Non Disclosure Agreement اللي هي حفاظ حقوق الملكية الفكرية، أن احنا كشركة ما نستخدم فكرتك في أي مشروع آخر أو نطور الفكرة كشركة خاصة فينا، وهذا يحفظ حق صاحب الفكرة في التعاقد معنا. إيش رأيك؟ هل في شيء آخر أقوى من Non Disclosure Agreement كحفظ حقوق الملكية الفكرية في تسجيله بعد، بالإضافة إلى المكتبة الوطنية داخل الكويت، بالإضافة إلى حقوق المؤلف وغيره؟ فشنو رأيك في حفظ حقوق الملكية الفكرية؟ لأن عندنا سؤال من الشات، إن إذا أنا عندي خبرة وعندي فكرة وعرضت الفكرة هذه على شركة البرمجة، شلون ممكن شركة البرمجة ما تبوق الفكرة؟ حلو. خلينا نروح على هالفكرة. طبعا احنا عندنا بالشركة كذلك نوقع النون ديسكلوجر اجريمنت حق الكلاينت، يعني تكون بيننا وبين العميل، بحيث ان الفكرة هذه احنا ما نطبقها لا كشركة برمجة ولا نتداولها كحقوق ملكية فكرية للشخص نفسها. النقطة الثانية، غير ان شوف اللي انت قلته اللي هو تسجيل الملكية الفكرية بالمكتبة الوطنية، مشكلتها ان بعد ما يخلص الكود، بعد ما يخلص البرنامج، تقدر انك تثبت حق الملكية. بس في شغله ثانيه ممكن انك تسويها، الا وهي يعني هي مو وايد تحفظ حقك، بس انها هم في يعني بعض الاشخاص شوي تروح عن بالهم هالشغله، اللي هي العلامه التجاريه، يعني اسم الفكره مالتك واللوجو مالك. هذا ممكن انك انت تحفظه بحيث ان ما حد يروح ياخذ الاسم واللوجو. لان انا وجهه نظري اشوف انه كفكره برمجيه حتى لو احد باقها انت تقدر انك تطور عليها وتطلعها، بس اذا احد باقي العلامه التجاريه، واحنا كلنا ندري ان اللي يخلي ماكدونالدز واللي يخلي ستاربكس ناجحين هم العلامه التجاريه، اللي يخلي ابل ناجح العلامه التجاريه، اللي يخلي سامسونج ناجح العلامه التجاريه، مو البرودكت نفسه، مو التليفون نفسه، مو البي سي نفسه، مو الكواليتي نفسه، العلامه التجاريه اللي هي اللوجو والشعار والسلوغن. فهذا من ضمن الاشياء اللي وايد مهمه انك انت تحفظ حقوقك فيها، وتقدر انك تسجله ببرج كيبكو، بتوقع وزاره التجاره اللي ببرج كيبكو يعطونك هذه الصلاحيه تقريبا اذا سجلتها تاخذ الحمايه الفكريه لمده 10 سنين. وهذه وايد مهمه لانك انت تقدر تسجلها قبل لا ينتهي مشروعك، عكس المكتبه الوطنيه. المكتبه الوطنيه يطلبون منك السورس كود، وانت ما راح تقدر تحفظ حقوقك الا لما تخلص من شركه البرمجه، وهني يصير شوي تداخل بين البرمجه. إذا ياكم صاحب فكرة وهو ما يمتلك شركة، وهذا الأغلب قاعد يقعون في هذه المشكلة، ما يكون له كيان قانوني اعتباري عشان يقدر يسجل لوجو خاص في فكرته. حلو. اللوجو ممكن انك تسجله باسم شخصي اتوقع، هذه مو امانه مو واثقه منها، بس يعني اذا ما كان له كيان قانوني معناته هو بالنهايه ما راح يقدر يبلش مشروعه. يعني هو بالنهايه حتى الحين صار عندنا الابلكيشنات لها رخصه اللي هي رخصه حيازه ابلكيشنز، فيعني كل شيء الحين لازم يكون له كيان قانوني. اذا انت ما كان لك كيان قانوني شلون ممكن الناس تثق فيك؟ فانت اول خطوه لازم تسويها كانتربرونورز او كصاحب فكره انه يكون لك كيان قانوني من وزاره التجاره. هذه الشغله الاولى. الشغله الثانيه تبلش تسجل علامه تجاريه، تبلش تفلتر فكرتك. بس في شغله يطيح فيها وايد ناس، ان الاعتقاد الخاطئ. بعض الناس ما تحب تقول فكرتها لان عبالها الناس كلها بتبوق فكرتها. هذا مو واقع. شوف، حتى لو انباقت الفكره، اللي يميز الفكره الاساسيه عن فكره نفسها بس مبيوقه الداتا، البيانات المحطوطه هني. يعني لو انا الحين اروح اسوي فكره مو دعايه بس نفس فكره ابلكيشن طلبات بالضبط، بس انا المطاعم اللي انا حاطتهم وطريقه تصميم ابلكيشني انا اللي وات ايفر شنو كان اسمه راح يكون وايد سهل، وايد في اقبال، لان طلبات المطاعم اللي انا حاطتهم عندي افضل من المطاعم اللي منزلينهم طلبات. في عندي بيانات احلى وفي عندي منتجات اكثر، فالناس راح تتجه لي.
هني انا عندي نفس الفكره، انا بكت فكره طلبات نفس الفكره، انا منتج قاعد ابيعه اي كوميرس عاديا، بس اللي ميزني الداتا. فالنجاح مو بس بالفكره، النجاح بالتطبيق، النجاح بالبيانات وبطريقه عرض الفكره. خل اضيف وهذا شيء يغيبون عنه يعني. خل اضيف لك على هالنقطه. فيسبوك شرت واتساب قبل سنوات بمبلغ 19 مليون دولار. هذا المبلغ لم يصرف أو لم يستثمر لتطبيق بسبب البرمجة فقط أو لفكرة واتساب فقط، لأن هناك كثير من البرامج المحادثة، ولكن فيسبوك استثمرت هذا المبلغ لوجود الداتا داخل تطبيق الواتساب. وهذا أكد على كلامك أن صاحب التطبيق لازم يهتم في إدخال البيانات ليزيد من قيمة السوقية للتطبيق ماله أو المشروع ماله، ويحسن من أدائه بالمحافظة على فكرته. يعني هذا الأساس اللي الواحد يقدر يحافظ على فكرته أكثر من فقط التسجيل في المكتبة الوطنية أو العلامة التجارية. وهذه التوصية اللي استخلصتها من حديثك وحديث الأخوان أخوي عبد المحسن، شلون تسوق بطريقة صحيحة عشان تستقطب أكبر كمية من الفئات المستهدفة. الدكتور الجيماز شلون نحول التطبيق إلى فكرة ناجحة واستثمار، مثل ما طرحت أربطها مع المستثمر أو المعلم المتميز. بدل أن أسوق برنامج لمعلم تفاعلي، نسوق ونستثمر في المحتوى داخل هذا البرنامج. البرنامج فري يقدر أي معلم يستخدمه، ولكن المعلم المتميز أو حسب المسمى اللي موجود المعلم الاستثنائي هو من يعمل محتوى داخل هذا البرنامج، وهذا المحتوى يستطيع أن يسوقه، راح يكون مميز في هذا التسويق. يعطيك العافية أخت الفارسي على هذه المداخلة الجميلة والرائعة اللي أكيد فادتنا في توصيات الملتقى. ونفتح آخر الملتقى الديوانية للجميع اللي حاب يسأل أي سؤال، أو أعتقد إحنا من جملة الحديث إحنا قاعد نجاوب الأسئلة اللي كانت موجودة، ولكن ما يمنع أي واحد حاب يضيف له كلمة قبل أن نختم الملتقى. فأي واحد يحب يتفضل يفتح المايك يشاركنا في الديوانية الملتقى قبل الختام، عندنا ربع ساعة. من اللي حاب يلقي كلمة أو يشاركنا؟ أخوي عبد العزيز اللي كان متكلم على مراحل التطبيق أو فكرته في مراحل التطبيق قبل الختام. ودي أختم مثل ما بدينا مع أخوي صقر الحربي. أي واحد وده يتكلم قبل لا نختم الملتقى، وأنا جدا جدا شاكر لكم. يعطيكم العافية، ما قصرتوا أخوي أبو ملاك وأنتوا والشباب وصراحة يعني الملتقى المفروض أنه ما يكون كل مرة في السنة، المفروض نعيد التفكير أنه يكون يعني كل فترة، لأن التكنولوجيا كل ما لها تتغير، واستراتيجية التكنولوجيا المعلومات تتغير كل 3 سنوات. فكل شيء كل فترة قاعد يجي شيء جديد. احنا أسسنا التجمع هذا، يعني الشباب جزاهم الله خير قاعد يتبادلون بالأفكار ونشوف المشاكل ونشوف شنو تجاربهم، وودنا الكل أنه يعني ينجح في مشروعه. لكن اللي قاعد ألاحظ أنا في بعض الإخوان أو الأخوات اللي يسوون بعض المشاريع، أن لما يبني الخط اللي يقع فيه، لما يبني التطبيق ما يفكر هل هذا المشروع محتاجينه يعني مجموعة مستخدمين، أو هو بس يعني عجبت الفكرة بيطبقها. فهني هذه المشكلة اللي يقع فيها، أنك أنت تسوي تطبيق وفي النهاية تشوف إن بس أنت موجود في كمستخدم، وأنك شفت المشكلة هذه وتعتقد أن المشكلة هذه الجميع هم يعانونها، وهذا مو صحيح. أحيانا يمكن الفكرة عجبتك، ولكن عند الآخرين ما هي يعني ما هي جل اهتمامهم في التطبيق. نفس ما قال أخوي أبو طلال الأستاذ عبد المحسن لما قال سابقا كنا نسوي الموقع بعد الابليكيشن.
اللي قاعدين يخطون فيه الخطأ الثاني انه يسوي التطبيق بدون ما يروح بدون ما ينشئ او يأسس الموقع، وهذا اكبر خطأ. يمكن تذكرون احد المشاريع في السعوديه، اعتقد تطبيق صراحه، لما نجح كتحميل او استخدام كثير في الاي اس واندرويد واكتسح عالميا، رفعوا عليه قضيه وحذفوه من الاي اس وحذفوه من الاندرويد. من حظه انه كان موجود الموقع، يعني لو الموقع مو موجود كان خسر عدد مستخدمينه. الموقع ميزته الثانيه انك انت يعني يوصلوا لك المستخدمين عن طريق محركات البحث، فالموقع ضروري تبنيه قبل لا تبني تطبيقات سواء للاي اس او الاندرويد، لانك انت قاعد تسوي مشروع وقاعد تحطه داخل، يعني نفس ما قلت قاعد تحطه داخل الجليد، ما حد راح يقدر يوصلك فتموت بعض التطبيقات. بس هذا اللي نلاحظه بعض الاخوان والأخوات في بعض مشاريعهم، وعسى الله يوفق الجميع، ونتمنى ان شاء الله نشوف يعني بعض المشاريع تكون يعني تنطلق من الكويت للعالميه. طبعا احنا بالكويت تنقصنا التمويل الجماعي، واعتقد يمكن المجلس طاف كان على انه يغرون القانون، وللاسف ما غروه، وان شاء الله اتمنى يغرون القانون، لان التمويل الجماعي راح يخدم عدد كبير من الاخوان والاخوات اصحاب المشاريع، بحيث انه يعرض مشروعه ويقدر يوفر عدد من المستثمرين، وتخف عليه التكلفه بدل لا ياخذ قرض ويقدر يبدا يسدده. يعطيك الف وسلامتك ابو مفرح. هذا الله يعافيك اللي انت مؤسس له اكيد ان شاء الله راح يستمر، وفي اقرب فرصه ان شاء الله راح نحضر لملتقى اخر. انا اشكر جميع الحضور، جميع المشاركين، وباذن الله اكيد الملتقى هذا نحتاج المايك. تفضل. الله يعطيك العافيه. اول شيء احب اشكركم على هذا الملتقى، وبأعلق على كلام اخوي ابو مفرح في جزئيه اهميه وجود الموقع الالكتروني كرافد للتطبيق. انا ايد كلامه بنسبه 100%. بالاخير يعني الموقع الالكتروني اذا ما تم تصميمه بشكل ريسبونسيف، بحيث انه من ممكن فتحه بالموبايل بحيث يكون اليو اي تبعه متوافق مع الموبايل بحيث يظهر بشكل كانه تطبيق موبايل، هذا مكسب. وايضا افاد ابو مفرح بجزئيه السيرش اوبتمايزنج اللي هو الاس اي او، ان محركات البحث ممكن توفر لك الكثير من الكاستمر اللي يبحثون عن شيء معين. فاذا كان موقعك مصنف كموقع يقدم خدمه معينه وكنت باني استراتيجيه الكلمات المفتاحيه بشكل سليم، هذه راح تكون رافد قوي للتطبيق. بعقب على جزئيه مهمه او نقطه بذكرها اكمالا لكلام الاخت الفارسي قبل شوي. في جزئيه مهمه جدا يا ريت اغلب المبادرين يركزون عليها، اللي هي الفيدباك الخاص بالتطبيق تبعك داخل الاب ستور وداخل الجوجل بلاي. لو تكلمنا عن نوعين من التطبيقات، دائما التطبيق لابد انه صاحب التطبيق يراعي ان ما يكون في فيدباك سيء عنه. مثلا انا دائما لما اي شخص يبعث لي تطبيق عشان انزله، اول شيء اسويه اني اروح اقرا الفيدباك تبعه، فكلمتين كفيلتين اني تخليني ما انزل التطبيق سيء. هذا الفيدباك اللي حطه شخص معين دخل على التطبيق وشاف فيه اعلانات كثيره، او شاف ان اليو اي ماله سيء، او شاف ان عمليه الدفع من خلاله تتخذ خطوات كثيره. اليوزر اكسبيرينس او اليو اكس مثل ما يقولون مهمه جدا ان المبادر يركز عليها.
يا اخي وين المشكله انك تثقف نفسك؟ الان الانترنت موجود، الدورات موجوده وفري، اليوتيوب موجود. انا حتى لما ابي اسوي اي مشروع او انفذه لابد اني اثقف نفسي. انا لما اكون يعني مطلع على رؤوس اقلام وكانت رؤوس الاقلام هذه تخدم مشروعي، هذا الامر ما يمنع اني اتعمق فيها. فبالتالي موضوع الفيدباك والريتنج حق التطبيق والعلامه واللوجو والاسم في محركات البحث بالتطبيق في الاب ستور والجوجل بلاي مهم جدا انه المبادر او صاحب التطبيق يركز عليها علشان يوصل الكاستمر بسهوله لهذا التطبيق. وايضا تجنب انه يكون في فيدباك سيء على هذا التطبيق من قبل كاستمر استخدم هذا التطبيق واخذ انطباع سيء. فلا بد من التركيز على هذه الجزئيه. وبارك الله فيكم. جزاك الله خير. قبل الختام ابو ملاك، اشكر الدكتور محمد الجماز واشكر الاستاذ غدير رئيس جمعيه رياده، واشكر الاستاذ عبد المحسن ابو طلال، واشكر الاستاذه نوره العتيبي، واشكر المهندسه سندس الفارسي، ونقول يعطيكم العافيه. وتشكر انت اخوي ابو ملاك مهندس حسن على هذا التنسيق وعلى هذا اللقاء الطيب. والله يوفق الجميع. الله يحفظكم جميعا ومشكورين جميعا، وهذا اقل من الواجب اللي نقدر نسويه لاثاره محتوى خاص في التكنولوجيا. ان شاء الله جميعا نخدم هذه الديره بتعاوننا احنا مع بعض، بتواصلنا. النتورك هذا جدا قوي، كل واحد يعطي خبرته للآخر، وبإذن الله نشوف أحد التطبيقات اللي موجودين بيننا توصل للعالمية. يعطيكم ألف عافية. التسجيل إن شاء الله راح يتم مونتاجه، وإن شاء الله انزاله على اليوتيوب، وراح أنشر لكم الرابط بإذن الله. يعطيكم ألف عافية. في الختام أقول قولي هذا، وصلى الله على محمد سيد البشر، ويا رب يحفظكم جميعا. والديوانية هذه لكم ومنكم إن شاء الله. اللي حابب أي مداخلة قبل الختام، ومع السلامة. يحفظكم الله ومع السلامة. مشكورين.